يا صباح الرعب. الساعة 6 وعلى المقيمين خارج مدينة الرعب المحافظة على فروق التوقيت درجة الحرارة في الظل 25، وده كويس للزواحف، واحتمال يبقى جو هايل لكسل في السرير أو النوم، أو أقول لك الأحسن عمل تمرينات للمخوفتية. اصحى يا شلبي. انت كنت بتصحيني ولا بتتكلم في الراديو؟ امنع الكلام وركز في التمرين يا مقلبص. احرق الشعر. انت فاكر نفسك مرعب؟ هروب سريع هروب سريع هروب سريع. الولد صحي. اوكي هروب سريع هروب سريع هروب سريع. هوب الولد نام. طفلين سرير بدورين. عايز احسن من كده. يلا يا شلبي هنبتدي. مستعد؟ انبطح اهو جالك. بص بقى هنا ما تخليش الولد يلبس، ما تخلوش يلبس. كل الدنيا هنا بتقول اني بخوف زي يلا حارب التسوس حارب التسوس. المخوفات بيبان من سنانه. و18 وهنوصل 19 و120. انا مش مصدق. يا مساء الرعب، ايه الاخبار؟ طمنوني على الصوت اول حاجه كده، ان شاء الله يبقى الصوت تمام. انا مش شايفه غير نشوه وطايع. ازيك يا نشوه؟ ازيك يا طايع؟ دول اللي باينين عندي لحد دلوقتي. ماشي. ومحمد مصطفى. لسه محدش تاني ظهر صح؟ طيب يا ريت بقى نبعت اللينك على الواتساب، ولو في حد لا عرفني بقى الصوت واطي ولا مش واطي. عرفني. اوكي منورين كلكم يا جماعة. اي حد بيسمع يعمل لي كومنت عشان اقرا اسمه. شهد ازيك يا شهد؟ ونور ازيك يا نور؟ الصوت واطي شوية. طب ده ايه بقى ده يعني؟ طب ثواني نجرب حاجة كده، ثانية واحدة. كده تمام. إيه السبب؟ ها يا جماعة ايه الاخبار كده؟ يا رب يكون رجع. النت هو كله واضح ان النت عنده فيه مشكلة. تمام كده اشتغل. ماشي. تمام ماشي. الكومنتس الحمد لله الكومنتس ظهرت، وده شيء مبشر. ماشي. طيب يلا نبدأ بينا بسرعة الفقرات، بما ان دي اول مرة تحصل الكومنتس تظهر على طول. يا مسهل. خلاص بقى خلاص بقى، ده يديني اشارة ان انا المفروض بجد اتخلى عن المايك بتاعي واشتري واحد جديد بقى يعني، بس مش عارفة ده هيحصل ازاي وانتوا عرفتوا الموضوع. ماشي يلا بينا. يلا بينا. اول حاجة خالص نبدأ فقرة الاسئلة، هي فقرة سريعة. ماشي. اول سؤال معايا بيقول كام سنة الجن بتاع علاء الدين فيلم محبوس في المصباح؟ هو سؤال صعب شوية بس يعني. وجه تاني وراح. لا بقى يعني انا كده اتوغوشت بقى، انا كده اتوغوشت. ازاي بقى يعني دلوقتي مفيش صوت؟
لسه بقول لسه بقول نور بتقول 100 سنة، وطايع بيقول 10 تلاف. ماشي. ويوسف برضو بيقول 10 تلاف سنة، ورحمة وآلاء بتقول 900 وفاطمة بتقول 100. يعني كل واحد بيألف. لا، هو الصوت متأخر دي بتبقى مشكلة في النت. مش عندي بقى بصراحة، يعني يا جماعة أنا لسه بقول الكون كله ضد الراديو. ماشي. 1000 سنة. نشوى بتقول 1000 سنة. لا. هو في حد جاوب صح بصراحة، بس أنا نسيت هو مين. عموما الإجابة الصح 10 تلاف سنة. هو قعد في المصباح 10 تلاف سنة لحد ما علاء الدين جه طلعه. ماشي. حلو. هدى عمالة تعمل منشن للكل. هو ليه يا جماعة في ناس كتير قوي لسه ما دخلتش؟ هو محمد انت بعت اللينك على الواتساب على التشانل. انا كمان على فكرة شيرت اللايف على الصفحة. ده السؤال كان بيقول كام سنة الجني بتاع المصباح كان محبوس في المصباح قبل ما علاء الدين يطلعه، والإجابة كانت 10 تلاف سنة بالظبط. إنما بقى السؤال الجاي هيبقى إيه؟ مين اللي كانوا عايزين بوكاهانتس تتجوزوا في الفيلم؟ اسمه إيه؟ هقول السؤال تاني. اسمه ايه الشخص اللي كانوا عايزين يجوزوا بوكاهانتس له في الفيلم؟ تمام يا رحمة، منورة. مبسوطة انك دخلتي معانا يا رحمة النهاردة. ان شاء الله الحلقة تعجبك. مالكوش دعوة باللي بيحصل في اول الحلقة والصوت ومش الصوت والكلام ده، خلاص احنا عرفنا اللي فيها بإذن الله. خلاص الحكاية دي هانت. فاضل اسبوع او 2، لا اسبوع. فاضل الحلقة بتاعت الاسبوع الجاي بس، وبعد كده هنتنقل على الجروب على الصفحة اخيرا ان شاء الله. ده كله ما يحصلش هناك. ماشي. رحمة بتقول كوكوم ويوسف. ماشي. ايه ده بيقول؟ طيب بيقول ما شفتوش ولا هشوفه. وإسراء بتقول ايه حوار بوكاهانتس دي؟ انا ما بحبش الفيلم ده. والله يا جماعة فيلم كان من الناحية البصرية جميل جدا. يعني فيلم من الناحية البصرية، سيبكم من القصة بصراحة مش حلوة لانها تزوير للتاريخ وللواقع. بس تخيلوا ان السنة اللي نزل فيها فيلم بوكاهانتس هو نفس السنة اللي كان نازل فيها فيلم الأسد الملك. وهم في الاستديوهات طبعا بيبقى فيه جروبس، كل جروب بيشتغل على فيلم معين علشان يخلصوا. فهم كإدارة كانوا متوقعين ان فيلم بوكاهانتس هيتغلب على الأسد الملك وهيجيب إيرادات أكتر منه، وكانوا حاطين عليه أمال كبيرة جدا. وهم كانوا عاملينه فعلا بشكل رهيب، يعني الأنيميشن تحفة. بس زي ما انتوا شفتوا كده طبعا فيلم بوكاهانتس مش محبوب خالص، وفيلم الأسد الملك يعني فرق كبير جدا. ازيك يا آية رمضان وشهد؟ بنقول يا شهد على مين اسم الراجل اللي كان باباها عايز يجوزه ليها في فيلم بوكاهانتس. فيلم بوكاهانتس. ويوسف قال كوكوم ونور عشان ما بقاش نسيت حد، صح كده؟ كركم ايه بس يا عم؟ محدش جاب سيرة الكركم خالص. اوكي. حد تاني يا جماعة هيجاوب؟ الإجابة سهلة جدا، هو فعلا كوكوم من فيلم بوكاهانتس. طيب انا الأسئلة بصراحة مش أسئلة كتير، بس في فقرات كتير. بالظبط. شاطرة يا شهد. هي شهد قالت حتة من الأغنية اللي هي بتقول الاسم فيها: وهتجوز انا كوكوم وافقد احلامي الوردية.
معلش يا آية، لازم نضحي، لازم نضحي عشان خاطر الراديو. انا بضحي تضحيات كبيرة قوي. ازيك يا محمود، منور. و... وأمنية، ازيك يا أمنية، عاملة ايه؟ ومين تاني، مين تاني دخل وانا ما قلتش اسمه؟ وإسراء، انا قلت اسمك يا إسراء اعتقد. ماشي، هي الإجابة سهلة، هي كوكوم. والله العظيم انا شايفة ان بوكاهانتس دي كانت يعني مغفلة، كنت مغفلا فيها. ايه لو كانت اتجوزت الراجل ده وخلاص وخلصت؟ يعني لازم نعمل دوشة يعني وما نسمعش الكلام بتاع اهالينا ليه؟ انا مش فاهمة بصراحة. وفي الاخر يعني تسببت ان الراجل يموت يعني. طيب ايه تاني؟ قولي تاني عادي. طب تعالوا نقول السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول ايه، مضحك جدا الصراحة، سؤال عبيط قوي. بيقول سندريلا الجزمة لما وقعت من رجليها وقعت من انهي رجل؟ انا بجد السؤال ده فكرت فيه، انا شفته بصراحة، مش انا اللي جايباه يعني، شفته قبل كده ولفت انتباهي، قلت لازم اقوله. هي يعني حد ركز هي وقعت من انهي رجل؟ مشكلة بوكاهانتس ان شكلها تحس انها مستصغرة نفسها ووشها طويل. يا عم ايه التريقة دي؟ هم كانوا راسمينها يعني بستايل معين علشان تبقى بتعبر عن الهنود الحمر يعني. اوكي، ايه ده؟ الاء بتقول الشمال ونور بتقول الشمال. ونادية بتقول سكرة بتسلم عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ماشي. ورحمة بتقول اليمين. انا والله العظيم ما اعرف مين اللي ركز وقال شمال من يمين يعني بصراحة يعني الموضوع غريب جدا. ازيك يا سارة، منورة، عاملة ايه؟ اخيرا دخلتي في الحلقة، انت بقالك كذا حلقة مش عارفة تدخلي. منورة يا سارة. استنى هقوم امثل الدور عشان اعرف. ماشي. يلا بينا مثل الدور. بدأت من بدري؟ لا احنا لسه بادئين. ماشي، كله قال الشمال ومعرفش انتوا عرفتوا منين، هي فعلا الفردة الشمال، معرفش ازاي يعني، بس ماشي. طيب اخر سؤال، وسؤال عبيط جدا وسهل ويضحك. جاستون اللي هو في فيلم الجميلة والوحش، او جوستون، كان عايز يخلف كام عيل لما كان بيقول لبيل بيعرض عليها ان هو يتجوزها؟ منفعش اي رجل من الرجول. انت كنت معانا المره اللي فاتت، بس اللي قبلها لا انا عارفه. طمنيني على الكتاكيت الصغننين، اخبارهم ايه؟ يا رب يكونوا احسن دلوقتي. حاسس انك بتجاوب من الاي اي بس ما عنديش دليل، حرام عليك بقى. محمد بيستخدم الاي اي ده، الاتش ار بنفسه. ماشي، هي الشمال زي ما احنا قلنا. انما السؤال اللي بعده اللي يضحك جدا، جاستون كان عايز يخلف كام عيل لما كان بيقول لبيل نخلف لنا قرطة عيال. ماشي. نور بتقول 10 ورحمة بتقول 12 ومحمد مصطفى بيقول 6 أو 7. السؤال لون شراب سندريلا، ما كانتش لابسة شراب طبعا، لو كانت لابسة شراب واحترمت نفسها ما كانتش الجزمة هتقع منها. منورة يا سارة. لسه عايزة تجربي تعملي رابنزل ولا لأ؟ أنا معاكي على فكرة. احنا ممكن النهاردة نبقى في مداخلات لو انتوا حابين، أو لو في حد عايز يعمل مداخلة متاح، وهحط لكم الرقم. هي دستة بتبقى ايه؟ طيب ما هي دستة يعني 12. دستة يبقى 12، بس هو تقريبا 6 أو 7 يعني. هو كان عايز كتير، ومين اللي فيها صحة تخلف 12 دي؟ 10 عيال شداد. والله تكسرت الأقاويل في الحتة دي، بس هو تقريبا قال 6 أو 7 عيال أعتقد هذا يعني. وقال في نفس الوقت دستة برضو. ازيك يا هبة، عاملة ايه؟ لا ما تأخرتيش ولا حاجة يعني، احنا لسه بنسخن والله، لسه في بداية الحلقة. وزي ما قلت لكم يعني في كذا فقرة، فعشان كده كل الفقرات قصيرة، بس في كذا فقرة منها ان احنا عايزين نعمل فقرة مداخلات. لو حد عايز يعمل مداخلة يتكلم على الرقم بتاع الراديو. كده كده الرقم بتاع الراديو هو اللي موجود على البيج، بس انا هحطه في الكومنتس، حطيته اهو في الكومنتس. 6 أو 7 صح، في ديسكاونت.
فلو حد عايز يجرب ان هو يعمل مداخله، او لو هو عمل قبل كده وعايز تاني يعمل مداخله معانا تاني، يلا اتس اوكي، يلا بينا. ماشي، لحد ما نشوف هل هيبقى في مداخلات ولا لا. نقول بقى إيه الفقره اللي بعدها. انا على فكره هعلن طبعا عن الفايزين في التحدي بتاع موانا، بس بعد الفقره دي. فاتمنى ان اللي يبقوا فايزين يكونوا معانا دلوقتي الصراحه، يعني هتبقى ظريفه ان هم يسمعوا اسمائهم. ويوسف، ماشي يوسف جاوب صح برضو. انا جاهزه يا ساره وحطيت الرقم، فانت لو حابه تجربي معايا جربي، بس جاهزه للفكره، انما ان انا جهزت نفسي لا، بالحظ، كله بالحظ. وشهاب جمال بيقول مساء الخير، مساء النور يا شهاب، منور. بالظبط، اخيرا لحقت حلقه لايف وبارك لك على اول حلقه، ان شاء الله تبقاش اخر حلقه. ماشي، يلا نشوف الفقره اللي بعدها، وهي بتقول تعالوا نفكر في شخصيات ديزني لها علاقه باللون الاحمر، يعني سواء لبسها لونه احمر او هي نفسها لونها احمر او في حاجه في الكاركتر بتاعها مرتبط باللون الاحمر. هستناك يا شهد. السؤال دلوقتي او الفقره دلوقتي بتقول عايزين شخصيات مرتبطه باللون الاحمر. اوكي، احنا طيب معانا دلوقتي مداخله، مين معانا؟ الو، ايوه انا ساره. ايوه يا ساره. ايوه انا ساره بس من الرقم المصري. ماشي، ازاي؟ الحمد لله، كويس انك عاملة إيه؟ دخلتي على طول. انا كويسه. عامله ايه؟ الحمد انت ايه لله. الاخبار؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ انا مبسوطه جدا ان انا بقدر ادخل، والله لا مش ده متخيلة. انجاز. انا لسه كنت بقول قبل ما اطلع كل الكون بيحارب بالراديو، بس برضه ان شاء الله لا، مكملين. وما كنتش اعرف ان انت لغيتي امبارح والنهارده، يعني انا افتكرت لغيتي وهيبقى الاسبوع الجاي، فاهمه؟ لا. ما كنتش أعرف طب إن هو انت النهاردة. مش على التشانل بتاعت الواتساب؟ لا. طب لا، لازم تدخلي، انا كده كده بكتب عليها كل حاجه، يعني عشان اسهل في الوصول، وبتوصل نوتيفيكيشن على طول. فبعد طب الحلقه الاقيها فين؟ بعد الحلقه ابعتها لي ابعت لك طيب. اللينك على طول، مفيش مشكله. خلاص تمام. شفتي طيب بإذن السؤال الله. اللي فات اللي هو بتاع الشخصيات لها علاقه باللون الاحمر؟ لا. طيب شخصية انجري اللي هي في انسايد اوت مثلا. ماشي، حلو. واسمه ايه ده اللي في علاء الدين اللي كان شرير، كان اسمه جعفر. ايه؟ جعفر، صح. كان لابس احمر، صح. ايوه صح. مين تاني؟ لا، هم دول اللي في دي اللي فاكراهم دلوقتي. هم بيجاوبوا حاجات لذيذه الصراحه. شهاب بيقول عثمان من اريال، حلوه دي. دي برضه ايوه، ونور بتقول غضب زي ما انتي قلتي انجل. ومين تاني؟ اريال، نور بتقول اريال علشان شعرها لونه احمر. وموشو الصراحه اول حاجه جت في بالي. وفي حد قال برق بنزين بس انا ما لقطتش مين. وعجوه، برق بنزين اللي هو ماكوين. ايوه كارز. ايوه بتاع كارز. وعجوه اللي في علاء الدين برضو، البغبغان. ايوه صح. ايوه برضه. صح. طيب حلو جدا. طب انت يلا بقى سمعينا حاجه او نعمل حاجه مع بعض. شوفي يلا نعمل ريبونزل عشان كله عمال يقول ريبونزل. انت تبقي جوسل وانا ريبونزل. اللي هو انه واحد بقى، انه مقطع. عارفه الحته بتاعت ريبونزل دلدلي شعرك دي؟ ماشي، يعني هحاول افتكر، انا هألف بس مش مشكله. احباب الله منورين، يلا هيسمعوكي. قوي عليا، كنت قافله على نفسي. عادي، ما انا هنا نفس الوضع، لسه كان في هجوم من شويه. ماشي، يلا. يلا نبدا. هي الاول اللي بتنادي عليها، صح؟ هي تبدا تنادي وهي هترد عليها. ماشي. يلا بينا. رابنزل دلدلي شعرك. حاضر يا ماما، ثانيه واحده. هي هتقول لها تتاخري عليا كده برضه كده. ينفع تتاخري عليا كده برضه؟ قربت اعجز وانا مستنيه. لا خالص يا ماما، ثانيه واحده. هتقول لها بقى ريبونزل. ايوه افتكرت. ايوه مش معقول يا روحي بتتعبي قوي كل مره وانتي بترفعيني. ماما انت عارفه ان بكره عيد ميلادي، بكره يوم مهم قوي بالنسبه لي. ماما حاسه بشويه تعب، ممكن تغني لي شويه بعدها نتكلم. طبعا يا ماما. يا ورده المعي خلي القوة تبان يرجع. استني رابنزل.
قولي قولي. انا مش فاكره في ايه يا بعد ماما كده. من بكره يوم مهم، عماله اقول لك من بكره يوم مهم قوي ومش فارق معاكي، فهقول لك. ايوه صح. من ساعتها بقول لك بكره يوم عيد ميلادي. طيب فهقول لك بكره عيد ميلادي تاتا. لا حاجة لا كده لا، يعني. انا فاكره كويس، ده كان السنه اللي فاتت. ما ده الغريب في اعياد الميلاد انها بتتغير كل سنه، بتتكرر كل سنه. استني، احنا نسينا حته مهمه جدا بجد، اللي هي لما كانت واقفه معاها في المرايه. ايوه صح الحته دي. صح صح. بس انا مش فاكره قوي كانت بتقول ايه. هي كانت بتقول لها رابنزل بصي في المرايه، عارفه شايفه ايه؟ انا شايفه بنت جميله قويه وواثقه من نفسها، وانتي جنبها اهو. ما ايوه هي تاخديش في الحته دي كانت بالك، شريره قوي. انا بغيظك. ما تاخديش كل كلامي بجد. ايوه الحته دي حلوه قوي، انا بحب الفيلم ده عامه. طب ما قولي حاجه تانية، قولي حاجه تانية في رابنزل برضه. مش فاكره بقى ايه دلوقتي مع لوسيل، بس فاكره مع فلين رايدر بقى. الحته بتاعت لما حبسته في الدولاب. قولي طيب حلو. الحته دي كانت حلوه قوي برضو. فكريني طيب، استني بسم الله. اللي هو انت جيت هنا انا عندي انسان في دولابي. انا عندي انسان في دولابي. لا اكيد مش حاضر في طب مش حافظه اغنيه؟ طب مش حافظه الاغنيه بتاعت طول عمري؟ بصي هو انا عمري ما غنيتها بس هجرب. طب جربي ممكن يلا. نجرب. انا حاسه انا طولت عليكي قوي. لا عادي، احنا عاملين مداخلات المره دي. يلا طول عمري كملي. طب غني معايا. غني معايا ماشي، بس ابدأي. يلا. بصي كله بينادي عليا، انا مش عارفه اروح فين. عادي عادي ولا يهمني. يهمك. يا حبيبي ثواني. طول عمري من البرج شايفه ايه بقى الدنيا الدنيا من شباك البيت. طول الوقت عمري ما حسيت شكل أفراح العيد جوه البرج. فجأة صح كده أنا بقول جوه البرج. فجأة حسيت. فجأة حسيت إن الوقت إيه بقى؟ لا هي فجأة حسيت بجو جميل. صح. بصي الكلمات احنا مش فاكرين، بس يعني لا صوتك جميل. هو اللحن انا فاكراه. صوتك جميل جدا. لا انا ساره، انا دلوقتي عندي مهرجانات. حالة طوارئ جيم، حالة طوارئ جيم. لا بس انا مبسوطة ان احنا عملنا حاجة سريعة مع بعض. على ايه يا قلبي، نورتيني. الله يخليك. نكررها مرة تانية. ماشي يا حبيبي، يلا باي باي. سلام. باي باي. فلين رايدر فين؟ احنا قابلنا رابنزل، فاضل فلين رايدر. يلا لو في حد تاني هيعمل مداخلة يكلمني، الرقم بتاع الراديو هو نفسه اللي موجود على البيج، لو حد مش عارف يجيبه هو رقم الواتساب بتاع البيج، انا حطيته في كومنت دلوقتي. اي حد يا جماعة عنده احباب الله، الموضوع بيبقى صعب جدا جدا. وصوتها جميل بصراحة، سارة صوتها شبه رابنزل قوي اصلا من غير مجهود. انا ما قفلتش، فين ده اللي قفلت؟ انا بقول يا فلان، نداء الى فلين رايدر، يلا اعمل مداخله انت كمان. ماشي، انا قريت كل الشخصيات اللي انتوا كتبتوها اللي هي ديزني اللي لونها احمر وعجبني، بس في كام حاجه. بو لابسه بينك مش ما تعتبرش معانا. ميري ده اورنج. طب يلا يا ترى ده فلين رايدر ولا مين؟ اما نشوف. الو انا كده طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. فلين 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 بنفسه. قلت هقعد اتوتر بقى واقول شفت على طول يعني. لا مفيش توتر هنا، احنا عادي. في ايه، واحد من شويه هي كان احباب الله بيجننوها وعادي جدا، ما عندناش اي مشاكل. بيغنوا وبتاع نطلع عادي جدا. طب يا جماعه معانا دلوقتي عمرو عبد الحميد، واحد من الاسره بتاعت الراديو. طبعا كل اللي في الاسره عارفين، احنا بنقول اللي مش عارفين. واحد من المؤسسين يعني. لا من المؤسسين. كفايه تواضع يا فنان، في ايه؟ تواضع ايه بس مش عارف اتكلم. المهم يا جماعه ان عمرو هو اللي بيظبط لنا المونتاج بتاع الفيديوهات، وهو طبعا اللي كان عامل في الفيلم بتاع سوابد دور بوجي اللي هو يا واد عمي، ودور الذئب الناري. صح كده؟ ايوه صح. ايوه صح، ايوه صح. ليه مش هتكلمنا بوجي؟ يلا اعمل بوجي دلوقتي. ازيك يا بوجي؟ خير يا بنت عمي. تقريبا ده مفيهوش احراج ده. شاطر قوي
ما شاء الله. انا السؤال اللي كله عايز يساله طبعا، انت ازاي جبت اللهجه دي كده لدرجه ان كل الصعايده بيشهدوا لك انك جبتها بيرفكت؟ معرفش. يعني ازاي معرف؟ اكيد في سر وراك. هل انت ليك اصل في الصعيد مثلا؟ رحت الصعيد زمان؟ لا بس مش عارف، ممكن بقى الجيش على ماطم على الحمامه بتاعت بولت يعني انت اصلا بتحب تقلد يعني لهجات، وتحب تقلد مثلا اصوات وكده؟ انا ما بعملش حاجه دي كلها خالص، يعني دي اول تجربه يعني. واو، جت كده. ما شاء الله. يعني ده اول تجربه وعملت كده، امال لما تكمل هيحصل ايه؟ مش هنحسب. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء يعني الله. هو عشان خاطر المشاركه كانت حاجه مشجعه جدا يعني لينا كلنا، يعني كان ظهر في جروب يعني. ايوه. ناس كتير ظهرت من. طب استنى، في الجمهور يطالب بواحده دي بناري يا مراري، يلا. طيب قولي لي انت. طب انا هقول لك ماشي. ايه؟ بص في دي بناري. دي بناري يا مراري. كمل، يطلع ايه دي بناري ده؟ الجو هنا مختلف جدا عن الكومنتات. طبعا هنا وانت في اللايف غير من الكومنتات خالص. لا ليها هيبه برضو. والبورسعيدي برضو. طب انت بتهزر يعني؟ انت بتقول الصعيدي جت بالصدفه، طب والبورسعيدي برضو بالصدفه ازاي؟ ولا من ابو العربي ولا ايه؟ بكتب بسمع اي حد بيتكلم بورسعيدي ونجرب يعني. طيب واحنا بقى هنسال الاسئله التقليديه، ايه الخطط الجايه يا فنان؟ دي كبيرة يعني احنا بننفذ الخطط ما بنكتبهاش. ماشي، بس في حاجات جايه في الطريق صح؟ اتمنى ان شاء الله ان شاء الله. واحنا المفروض يا جماعه في فيديو هينزل بعد الحلقه ان شاء الله على الصفحه برضو من الفيلم بتاع. يا نهار ابيض، اخبار حصريه لسه بتفاجئ بيها. مش مشكله، عادي كلنا نتفاجئ. اسلام والله بقى له شهرين لحد دلوقتي. اسلام دويدار بيقول لك كمل، حقيقي ليك مستقبل وانت محتاج حد يكتشفك. مش محتاج، انا اكتشفت. في ايه؟ وانا الا ولا ايه؟ حبيبي ولد عمي. سلام لكل ولاد عمي. كل ولاد عمنا اللي بيسمعونا. بالظبط، كله بيقول دي بناري. فانا مبسوطه طبعا يا عمرو ان انت اتكلمت معانا. دي اول مداخله ليك خالص، مع ان انت معانا من سنين السنين يعني. مش هطول عليك، واتمنى انت كمان تبقى تجربه لذيذه بالنسبه لك تكررها تاني ان شاء الله. ماشي، ونشوفك الفيلم الجاي بقى لما ينزل، نشوف انت هتعمل دور ايه ونستضيفك بقى عشان الدور. نستكشف كلنا لسه بنجرب عادي، كلنا هنجرب. ماشي يا عمرو، ماشي يا فلان، شكرا على المداخله السريعه دي. نورتني. مع السلامه. شرف ليا طبعا، يعني حاجه احنا نقدرها من احنا 8 سنين في الكومنتات. الموضوع دلوقتي مختلف جدا. بس حلو، بس تجربه حلوه. لا تجربه حلوه والله. غم وبتاع مش عارف، كفايه يعني الوجود. لا بس انت بعد ما تقفل وتهدى كده هتلاقي نفسك انك عايز تكرر الموضوع تاني. اسمع مني. بتبقى حلوه. شويه وهاجي. ماشي. يلا هستناك في الكومنتس بقى. باي. طيب يا جماعه، كان معانا كده لقاء حصري بالمخرج العظيم فلان. وبلاش شر تاني، صح؟ في انتظار الفيديو اللي جاي ان شاء الله. بس هو مقطع من سوابد، ومقطع قصير قوي يا جماعه، ما تبنوش احلام وامال. هو بجد قصير لدرجه انه مكملش دقيقه. ومنورين كلكم يا جماعه. انا مبسوطه والله بالمداخلات دي بصراحه. يعني انا ببقى عايزه اضحك جدا بس ببقى ماسكه نفسي بالعافيه. فاحنا خلاص خلصنا فقره الشخصيات اللي هي بلون معين، وعايزين بقى نعلن دلوقتي عن اسماء الناس اللي فازت في التحدي بتاع اسبوع موانا. ماشي. شكرا يا الاء بتقول نفسي تكملوا الفيلم بالمصري، والكرتون ده بالذات ما بقتش عارفه اتفرج عليه بالنسخه الاصليه. هو الفكره بجد ان انت بعد ما تشوفه بالمصري صعب قوي تشوفه تاني بالفصحى. الموضوع بيبقى فيه تداخل صعب كده، دروشه في الدماغ. منورين كلكم يا جماعه، وشكرا لحضرتك يا طنط انك معانا. والكلام بيروح فين؟ لا ده عادي يا عمرو، والله ده الطبيعي، ما تقلقش. الكومنتات حاجه واللايف حاجه تانية. يلا بينا نعلن اسماء الفايزين اللي فازوا معانا في التحدي. اول واحده فازت معانا ساره يوسف، وطبعا عشان البوست بتاعها ما شاء الله كان جايب قرب 2000 رياكت. انا والله هعمل لها منشن دلوقتي، بس هي مش معانا، انا عارفه هي مش قاعده معانا.
بس يعني ان شاء الله بعد الحلقه يوصل لها ان هي كسبت وهنعمل لها منشن، ولكن انا هعمل لها منشن دلوقتي. يبقى ساره يوسف هي اللي كسبت معانا في اول مركز. بعد كده يليها إلين واللي مامتها كانت منزله الصوره بتاعتها، الاء خالد. برافو عليكي يا إلين، بجد شطوره جدا. التلوين بتاعك ما شاء الله جايب رياكتات كتير جدا وكله بيشجعك، فانا حابه ان انا اديك الكتاب علشان تلوني اكتر بكتير وتورينا التلوين بتاعك بقى، وانتي وماما تلونوا مع بعض. فمبروك ليكي يا إلين ومبروك لآلاء. وان شاء الله دايما تشاركوا معانا. واخر حد فاز معانا هدى سيد. طبعا هدى انت مشاركاتك كانت الاعلى تفاعل من ناحيه الكومنتس مش من ناحيه الرياكتات، وانا مش بحسب بس الرياكتات، انا بحسب الريتش وبحسب كمان الكومنتس. فهدى برضو فايزه معانا، مبروك يا هدى. يبقى كده ساره وآلاء مع بنتها وهدى التلاتة فازوا معانا كده بالكتاب بتاع موانا اللي هو 100 صفحة. احنا كده قسمنا كل كتاب لنسخة كاملة فيها أنشطة وفيها تلوين، ونسخة تانية تلوين بس عدد محدود، ونسخة تالتة هيبقى فيها أنشطة بس. فانتوا هتفوزوا معانا بالنسخة الكاملة اللي هي فوق 100 صفحة. واكيد بعد ما تستلموها حابة ان انتوا تطبعوا جزء منها، ما بقولش تطبعوها كلها علشان ما حدش يقول التكلفة عالية قوي. انا مش عاملة ان الكتاب كله يطبع مرة واحدة، ان هو يطبع بالتدريج. ولو طبع مرة واحدة هي تكلفة بس بجد بيقعد كتير جدا لان في انشطة كتير قوي. فمبروك لكل الفايزين. وبعلن من دلوقتي تحدي الاسبوع الجديد هيبقى فيلم ليلو وستيتش، وبرضه هيبقى الكتاب بتاع ليلو وستيتش هو اللي هنعلن عنه ان شاء الله. بكره هينزل الكتاب على الصفحه، وهيبقى التحدي الجديد والاسبوع الجديد بتاع ستيتش، وهنشوف بقى مين ساعتها اللي هيبقى فايز. وسلمي لي يا آلاء على لولو الصغنونه، واتمنى انها تكون سمعت اسمها وتتشجع انها ترسم وتلون اكتر. وكل البوستات كانت حلوه مش بس اللي فازوا. بجد الشغل في الاسبوع ده كان جميل جدا، وانا متاكده ان الاسبوع اللي جاي هيبقى اجمد واجمد كمان. تمام. بجد يا هدى بجد عايزاكي تطبعي الكتب دي لولادك ولعيالك وكل حاجه وجيرانك وكل الناس. نجحنا بالظبط كده. فيلا بينا بقى نسمع حاجة سريعة عشان نفصل وبعد كده نكمل تاني. خبر حصري، سارة هتعمل مقطع جديد من نفس الفيلم. هو ليه كل الناس بتتفاجئ بالاخبار الحصرية حتى انا؟ طب استنوا معانا مداخلة. مين يا ترى اللي اتصل؟ انت اكيد محمد مصطفى صح؟ ايوه عشان انت ما بتقفلش الصوت يا محمد، انا قايله لك قبل كده. ما هو لسه بنبدا اهو. اتاكد ان المكالمه وصلت. السلام عليكم. وعليكم السلام. اقفل التليفون واسمعنا من التليفون. يا الجمله دي بحبها قوي. بس لا انا بقولها التليفون مرتين التليفون. ايوه عاملين ايه؟ انا قلت بما اننا اتكلمنا عن فيلم موانا والناس وزعت الجوائز. تمام. خدوا الجوائز اصلا. نتكلم بقى عن فيلم موانا اللي لسه نازل بما اني حضرته. انت حضرته؟ طيب قول لنا يعني ريفيو سريع عنه كده. والله يا جماعه الفيلم الصراحه يعني مختلف خالص عن التوقعات بتاعتي. انا كنت متوقع الفيلم حاجه ولقيته حاجه ثانيه خالص. لا الفيلم حلو. انا كنت متوقع هلاقي مسخ الصراحه. زي مثلا بالنسبه لي الفيلم بتاع ذا لاين كينج. لا فيلم اللي اسوأ منهم بكتير فيلم ذا ليتل ميرميد، ده اللي مسخ. طبعا. لا ده انا ما شفتوش اصلا عشان مش مستحمل الصراحه. بس الصراحه الفيلم الدوبلاج بتاعه خطير جدا. طب دي حاجه حلوه. كان معايا يوسف المهدي، تحيه ليوسف، وطبعا كان معانا اسلام وناس من اسره الراديو. لا كنا قاعدين كلنا منبهرين بالاغاني بتاعت الفيلم. حلو. بشكل رهيب. دي حاجه. تاني حاجه يعني حرفيا اي حد ما شافش الفيلم الكرتون يا بخته ان هو يشوف الفيلم ده لاول مره. يعني مشكله الفيلم الوحيده معايا ان انت عارف ان احنا بنشوف الفيلم وانا عارف وانت عارف. لو انت مش عارفه هتعيش بقى اجواء التوتر في لحظات التوتر واجواء الانتظار والحاجات دي. الفيلم فيه اجواء يعني جميله جدا. والاطفال اللي هتشوف الفيلم بقى هتتبسط، ممكن يحبوا الفيلم ده اكتر من الانيميشن بكتير. ليه بقى؟ اشمعنى؟ لان هم بيحبوا الحاجات دي.
يعني هتلاقي اغلب الاطفال دلوقتي بيحبوا الافلام الجديده عن الافلام القديمه. دي حاجه غريبه قوي. اللايف اكشن تحديدا. ايوه ما انا لان بس مثلا الفيلم ده يستاهل ان هم يحبوه الصراحه لان هو يعني لان مثلا بتحب ليلو وستيتش النسخه لايف اكشن ده، انما الكرتون مستحيل انا دي ما شفتهاش ومش مستحمل ان انا اشوف ليلو وستيتش الصراحه لايف اكشن. مش قادره انا برضه اتقبله بصراحه يعني، بس عشان ستيتش كائن فضائي يعني شكله غريب يعني. ايوه يعني كله كائنات فضائيه، فالموضوع هيبقى مريب قوي. المنظر اكورد قوي وهو لايف اكشن، انما كرتون متقبل شويه. بس لا اللايف اكشن ده لا لذيذ جدا جدا. انا نفسي اخد موانا الحقيقيه بقى اللي احسن من اي كرتون. موانا الحقيقيه ونروح نتفرج على الفيلم. هي ليه صحيح موانا الحقيقيه مش بتسمع معانا الحلقه دي هي ومامتها؟ في ايه راحوا فين؟ مش عارف. انا بعت لها والله رساله في الكومنتات بقول ان موانا الحقيقيه احسن من اي كرتون. وانا بقول كده برضه، احنا نفسنا ناخد موانا تتفرج على الفيلم. والله جدا جدا. طيب هي ساره دخلت. منوره يا ساره. انا اعلنت عن الفايزين وانت كنت من الفايزين في المسابقه، ورحمه بتقول مين اللي هيبقى في المسابقه الجايه هتبقى عن ايه؟ هتبقى عن ليلو وستيتش. وشهاب كان بيسال المسابقه دي عباره عن ايه. هتلاقي البوست بتاع التحدي موجود على الجروب، وهشرح لك برضو. انت بتحط اي حاجه لها علاقه بالفيلم اللي بنحدده للاسبوع ده، رسم بقى، تلوين، اقتباس، فيديو، صوره، اي حاجه، وعلى حسب التفاعل، مش الكومنتس ولا اللايكات بس. يعني انا بحسبها باكتر حد جاب افكار كرييتيف، واكتر حد جاب ريتش كمحتوى، واللايكس، يعني الثلاث محاور يعني. طيب يا محمد، انت ايه اكتر اغنيه عجبتك في النسخه الحيه؟ لا كان في اغاني كتير حلوه بصراحه. مفيش حاجه معينه علمت معايا، لان انا كنت مركز اكتر في هل الدوبلاج هيبقى سيء بالنسبه للتمثيل ولا لا. بس لا الناس اللي عملت الدوبلاج الصراحه كان جميل جدا. طيب يعني. حلو. والاصوات هيها ولا في حاجات متغيره؟ لا كل الاصوات تقريبا هي تقريبا بالظبط. يعني صوت الصلبعون كان هو والاصوات الرئيسيه طبعا هي زي ما الفيلم كان موجود، زي الفيلم يعني. الكرتون ما اتعمل دوبلاج بالفصحى يعني. بس طبعا الدوبلاج بتاع الفيلم ده بالنسبه لي احلى بكتير بقى طبعا من فيلم الكرتون. لان ده اتعمل دايركت مصري على طول. مش كان فصحى وبعدين عملناه مصري في يومين 3 علشان يلحق ينزل على ديزني بلس. ايوه صح. طيب تمام. محمد شعبان والدكتوره نسوة بيقولوا ان فيلم ليلو وستيتش اللايف اكشن حلو. في ناس شايفاه حلو، بس هم مغيرين قصه جدا، يعني القصه مش زي الكرتون خالص. يعني مش نفس القصه. لا شكلي كده هشوفه عشان احكم بقى عليه، لان انا اصلا لسه بتفرج على ليلو وستيتش امبارح يا جماعه. انا اسف. ايه ده؟ ما كنتش شفته اصلا قبل كده؟ الحمد لله خالص. خلاص شفته بقى. ايه ده؟ طب اصلا اساسا لسه في جزئين تانيين غير غير انا عارف موجودين معايا برضه وهشوفهم النهارده. يعني شفت نص واحد فيهم وهشوف التاني. لا لازم، ما هو لازم بقى عشان التحدي الجديد بقى، ما هو التحدي هيبقى ليلو وستيتش فلازم. وبعدين ليلو وستيتش كان مسلسل تحفه، انصحك تشوف المسلسل كمان كان بالمصري فكان جميل جدا. كان جميل قوي. طيب نحطه في الخطه بقى. طيب ناديه بتقول المسابقه الجايه عن فيلم ايه؟ فيلم ليلو وستيتش، وبرده الكتاب بتاعه هينزل على الصفحه ان شاء الله بكره، الاعلان بتاعه على الصفحه. تمام ماشي يا محمد، نورتني. سلمني على امنيه طبعا. موجوده. طب خليها تسلم علينا. الله يسلمه. ازيك يا امنيه، عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ انا كويسه. انت عامله شغل عالي قوي. الله يخليك. مش ناويه تقولي لنا حاجه لايف كده في السريع؟ اقول ايه؟ مش عارفه. اقول ايه؟ اي حاجه لو عايزه تقولي اي حاجه. والله مش عارفه، مش حاجه في دماغي. خلاص المره الجايه فكري قبل ما تتصلي وفكري في حاجه معينه وانا معاكي. خلاص يعني فكري في مشهد معين نعمله مع بعض او كده وانا معاكي. كانت موجوده معايا في الفيلم. في الفيلم بتاع موانا. انا رايح اختار فرصه عن محمد لسه. ايه بقى ما عجبكيش؟ انا اصلا لا هو عجبني جدا، بس اول صدمه اخدتها انا كنت رايحه فاكره ان الفيلم بالانجليزي. لقيتي طلع بالمصري. والممثلين بقى يعني كنت فاكره ان الممثلين اشكالهم غير اللي طلعوا خالص. اتصدمتي يعني؟ حسيت ان في فرق بين اللي كنت متخيلاه واللي لقيتيه؟
طب ايوه انتي اصلا بتحبي فيلم موانا ولا لا، اللي هو الكرتون العادي؟ بحبه جدا. يعني في حد ما يحبش فيلم موانا؟ واكتر حاجه عجبتني، اكتر حاجه ما عجبتش محمد اللي هي ايه بقى؟ اللي هو ماوي. انا حبيت ماوي جدا. حبيتي ماوي بشكل زاروك؟ هي تقصد هي حبت زاروك. انا ده اكتر واحد مش عاجبني في الفيلم. هو الفيلم كله كتمثيل كممثلين كلهم حلوين جدا ما عدا زاروك الوحيد اللي مش عارف يمثل كويس. وكمان يا جدعان مين يتقبل زاروك بشعر وكيرلي؟ انا اول مره اشوفه اصلا بيمثل، فانا ما اعرفش اصلا هو ما عندوش شعر. لا هو في الفيلم الصراحه انا كنت متوقع ان الممثلين هيبقى تمثيلهم مش قد كده. طيب بص يا محمد، ما هي دي نقطه، انت عندك اصلا هيستوري لزاروك، لو حد او طفل شافه وهو ما يعرفش مين زاروك هيبقى مبسوط عادي يعني، مش هيتضايق. بالظبط. ما هي دي بقى ايه اختلاف الاراء. بس فعلا كنت متوقع مثلا الممثلين هيبقى تمثيلهم مش قد كده، بس لا كان تمثيلهم حلو، خصوصا البنت كنت فاكر ان هي تطلع وحشه قوي، بس لا كانت في المشاهد ليها حلوه. بس انا معترض على حاجه، انا معترض على حاجه. لما هم جابوا زاروك يعمل دور ماوي، ليه ما جابوش البنت اللي هي كانت عامله دور موانا في الكاسوت تعمل هي التمثيل؟ البنت كانت اموره جدا وشبه موانا اصلا، وكانت لذيذه قوي يعني. ما انا مستغربه برضو الحته دي، بس اكيد دي اجندات برضو يعني، اكيد هم لهم اجندات. ايوه يعني طالما هيجيبوا ده يجيبوا ده، اشمعنى يعني؟ ولا عشان زاروك عشان زاروك بيجيب فلوس طبعا. يا سلام، هي ايه رمضان بتقول زاروك من غير شعر مقبول عن اللي بشعر، او لولا اختلاف الاراء بقى يعني. انا ما شفتش من غير شعر. الناس بتطلع حاجات غريبه قوي مش عاوزين نبص لها. ما علينا. بلاش والنبي، لا الحاجات دي لا تصلح للراديو. الناس بتطلع بالدرجه. هو اصلا يا جماعه عايزه اقول لكم ان هي الضحكه طلعت كده تلقائيا، مش عارفه. خلاص يا امنيه، خلاص مش هنا. بالظبط. يلا نورتوني يا جماعه، ويلا كملوا بقى في الكومنتس. انا عايزه رياكتات كده حلوه، وعايزه كومنتس كتير، عايزه الحلقه تبقى معديه 1000 كومنت. انا ملياش دعوه، اتصرفوا. يلا بينا. احنا عيوننا. يلا بينا، يلا كملوا معانا بقى باقي الفقرات عشان كنت عايز اشغل اغنيه. يلا مع السلامه. سلام. طب حلوه يا جماعه فقره الفقرات دي، والله لذيذه جدا يعني. انا كنت هشغل اغنيه بس هقرا الكومنتس الاول عشان ما انساش. فيلم موانا طلع جميل جدا جدا وفي السينما ملوش حل. طيب ده راي شهاب. واسراء بتقول انا نفس رايك، وآية بتقول انا لساني خني. مقبول من غير شعر عشان احنا متعودين عليه، وانا بقول لك ان احنا متعودين على شكله كده، فخلاص بالنسبه لنا محفوظ كده يعني. بجد اللي لسه ما شافش ليلو وستيتش ده ازاي يا جماعه؟ ده الطفوله كلها في الكرتون بتاع ليلو وستيتش مش الفيلم حتى. الحلقه دي محتاجه مونتاج قوي جدا، انا مش هتكلم. طيب انا كنت محضره اغنيه شبه الاغنيه اللي شغلناها المره اللي فاتت، اللي محمد شعبان كان طالبها، اللي هي بتاعه الوحش في فيلم الجميله والوحش. دي بقى اسمها الوحوش من فيلم بوكاهانتس. بما ان يعني قلنا الحلقه اللي فاتت ان احنا عايزين نجيب حاجات من افلام مظلومه، وطبعا بوكاهانتس ناس كتير مش بتحبه زي ما احنا شفنا في الكومنتس، بس قلت بقى ايه لازم اجيبه بصراحه، لان الاغنيه دي مش مشهوره قوي بس هي لذيذه جدا وبتعبر عن الانسان، يعني بتعبر عن الانسان. هو في حد بيتصل يا جماعه؟ بس انا هشغل الاغنيه الاول وبعد كده اللي بيتصل يحاول تاني بعد ما الاغنيه تشتغل. هنهجم. تتوقعوا ايه من كائنات حقيرة جنسا ما تلاقيه ما ترحموش. خلودهم لونها احمر وده رمز الخطر الاكبر. شبه البشر لكن ما بيفهموش. الوحوش همج مش زينا. الوحوش وكمان بيكرهونا وبيحقدوا علينا. ما عندهمش قلب. يلا ندق طبول الحرب. الوحوش وحوش ما يخيشوش. يلا ندق طبول الحرب. بحبها قوي يا جماعه الحته دي بجد، هما كل واحد بيوصف التاني في حته في الجاب في النص. الزمن لذا فهم إذا وحوش. الوحوش أبناء الشيطان. الوحوش قرش ملوش أمان ولا عندوش إيمان وما يعرفش الحب. يلا ندق طبول الحرب.
وحوش الوحوش باركنا يا رب يلا ندق بطبول الحوش الوحوش نجمع رجالة الوحوش الوحوش قد الهمج عدالة الوحوش الوحوش على اليوم الضل يلا ندق بطبول أغنية بجد خطيرة يا جماعة، خطيرة، بالذات وصف الكائن الأبيض. وصف الكائن الأبيض يعني فظيع. طب ممكن اللي كان بيحاول يتصل تاني، علشان أنا كنت بشغل الأغنية وهرد على طول. يعني اللي هو حاول يتصل من شوية اتصل تاني، أنا معرفش هو مين. بس يا جماعة في ناس كتير قوي كانت عايزة تسمع الحلقة وهم مش معانا دلوقتي، فأنا بحاول والله كل ما افتكر حد أعمل له منشن. وانا عارفه طبعا عشان ميعاد الحلقه مختلف وان هو اتلغى امبارح وكده. المهم شفت كذا حد بيقول الاغنيه حلوه والاغنيه موجهه ولا نقصد الاهانه، لا نقصد الاهانه، بس هي الاغنيه جميله جدا علشان بتوصف الحرب بين الانسان طول العمر. يعني الحروب الانسانيه بتبقى ماشيه ازاي، كل واحد شايف التاني ازاي، كل واحد شايف انه له حقيه. وايه بطلي تحيز لاحدى بنوتردام. هو انا قلت حاجه؟ هو ده اصلا بوكانتس مش احدى بنوتردام، بعيدا عن انا ما تحيزش يعني. وبعشق فيلم بوكانتس. شهاب بيقول فيلم بوكانتس احلى حاجه فيه الاغاني الصراحه، يعني دي احلى حاجه فيه الاغاني. طيب مين معانا؟ اهلا. ايه ده، دي ساره تاني؟ لا انا مش ساره بجد؟ ايه ده، سمعت صوت اطفال قلت يبقى ساره على طول. لا ما برضو في اطفال معانا كسبت في المسابقه كده وفرحانه عايزه اتكلم. واو ماشي، لولو الصغنونه يعني. مظبوط. طيب الو، ازيك يا يا إيلين؟ لا بصي، لا انا كنت هغلط. إيلين عامله ايه؟ ايه الرسمه الجميله اللي انت كنت ملوناها دي؟ لا شكرا. ده كانت حلوه قوي، انا عجبتني قوي وعجبت الناس كتير. ماما قريت لك الناس كانت كاتبه لك ايه؟ لا. ليه؟ قلت لك في واحده قالت لك عايزه اتعلم، قلت لها ايه؟ طيب قالت لي خدي الواتس بتاعها وخليني اعلمهم كلهم. ماشي. هي مستعده اتعلمكم كلهم. طيب يا لولو، انت عارفه انك كسبتي كتاب تلوين كبير جدا جدا فيه رسومات كتير قوي تلونيها والعاب تلعبيها؟ عرفتي كده؟ بتقول لك هي بس من غير صوت. قولي هي عادي. ماشي. طب انت بتحبي كبير قد ايه؟ كبير قوي قوي قوي، يعني كبير جدا. يعني مش عارفه اقول لك كبير قد البحر. تعالي عايزه تقلدي لها حد في كرتون؟ هي مكسوفه؟ لا مش عارفه، يعني بتقولي بتفكر. طب انا كنت عايزه اسالها هي بتحب ايه اكتر كرتون بتحبي؟ بتقول لك ايه اكتر كرتون بتحبيه؟ تعالي قولي لها كلهم سامعين. حرية البحر اريال. حرية البحر اريال. طيب وايه تاني؟ بس كده؟ ومانا بقى؟ ماشي. طيب خلاص، احنا ان شاء الله لما نعمل كتاب تاني لاريال هنخلي ماما برضو تشترك لك في المسابقة عشان تكسبيه. خلاص ماشي. انت عارفة؟ طيب انت عارفة انا اسمي ايه؟ لا انا اسمي سارة. ماشي. وهتبقي تسمعيني. مبسوطة بالراديو في الحلقة بتاعت الراديو؟ انبسطتي؟ قولي يا لولو، انت شاطرة جدا. انت عندك كام سنة؟ لا ما هي مش شايفاكي. لا انا مش شايفة. قولي انت عندك كام سنة؟ فوق 4. اوكي. طب ما انت شطورة قوي وكبيرة كمان اهو. بس انت لسه ما كملتهمش. مش مشكلة. هي 5. ماشي. خلاص ما تعيطيش. لا 5 ولولو كبيرة وشطورة. ان شاء الله 5. حاضر ماشي. طيب يا لولو، انا هستنى لما ماما تعمل لك الكتاب وتلوني الوان جديدة وتوريني. خلاص اتفقنا. تعالي يا سارة نقلد مولان، انا بحب مولان قوي وعايزة اعمل طب اي يلا بينا. انتوا الاتنين لولو فهتلخبط كده. خلينا تيجي تعملي معايا مولان يا ايلين؟ تيجي؟ طيب كملي عياط. طب شوفي انت عايزة تعملي ايه في مولان وقولي لي. في المقطع بتاع اللي هي الست اللي راحوا لها دي، اسمها ايه؟ الخطبة بتاعتها مولان ما اتكلمتش كتير. بس قولي الحتة اللي هي بتاعت سماع الموعظة الأخيرة. ماشي. تعالي استني نبدأها من الأول. فمولان اتكلمت بدون إذن
معصعصة لا تصلح لإنجاب الأطفال. سمعي الموعظة الأولى. يلا. أدي واجباتك في هدوء وأدب، وفكري قبل أن تعدي تردي فتشرفين عائلتك. صبي الشاي. عشان ترضي أهل العريس لازم تكوني دايما رقيقة، ولازم تتصرفي بحكمة. ممكن أخد ده؟ وتسكتي. طفوني. قولي بقى الحتة الأخيرة اللي هي شكلك زي العرايس. صحيح شكلك زي العرايس، لكن عمرك أبدا ما هترفعي راس عيلتك. يا عيني يا مولان، الست دي صعبة قوي. الفكرة ان مرة سارة كانت منزلة بوست عبقري بتقول الست دي كل ما تتنبأ لحد بحاجة يحصل العكس. يعني هي قالت لمولان عمرك ما هترفعي راس عيلتك، ورفعت راس عيلتها ورفعت راس الصيني كلها. قالت للثلاث جنود عمركم ما هتلاقوا حب ولا حد يتجوزكم ويتجوزوا بنات الامبراطور. ايه ده، احنا محتاجين لها تتنبأ لنا في حياتنا. بالظبط، الست دي عندها مش بعد نظر، هي عندها عمى نظر. بس انا ده بالنسبه لي بحبه جدا يعني. كلنا بسبب الدبلجه برضه على فكره. ايه بسبب الدبلجه. فعلا. البحر اريال كبير. وحوريه البحر طبعا. وحوريه البحر. خلاص يا لولو انت شطوره. هي مش عايزه تقول حاجه، مش عايزه تقول حته. انا عايزه تقولي حاجه قبل ما نقفل. لا يا ماشي يا قولي بسرعه. ايه ده؟ ده ايه ده؟ مولان. طب قولي، عارفه اغنيه مولان اللي هي بتاعت منكم هعمل رجال؟ خليني كمان يلا. ارفعي راسنا فوقنا. لا ارفع راسي مننا. بين انا اسفه غلطت. اوكي ده بتصلح ما شاء الله. ده ديزنويه قويه. عشان يا ساره كملوا اللايف يلا. ماشي والله مبسوطه قوي قوي ان انتوا عشان نسمعه. ماشي هي عايزه تقفل عشان تسمع. خلاص يلا بينا يلا بينا يا لولو يلا. نورتوني بجد. مع السلامه. باي باي. والله العظيم يا جماعه مداخله عسل جدا، يعني انا ما توقعتش دي بصراحه، بس عسل قوي. وهي بتصحح لمامتها، يعني هي بتقول لها ترفعي راسنا وسط الناس، قالت لها لا ترفعي راسنا بين الناس. الله على الاجيال الجديده، الله على الاجيال. عموما هي انا غلطت في اسمها، ولو انه والله العظيم قعدت اتاكد كتير. هي اسمها إيلين زي في اميره تقريبا اسمها إلينا صح؟ ديزنوية نونو. الحمد لله الجيل الجاي في امان في يد راديو ديزني بالمصري. معلش يا محمد شعبان، النت على فكرة سيء عندنا كلنا والله العظيم. طيب كان معايا فقرة اقتباسات الأغاني، وبعد كده فقرة أنا مين، ودول كده إيه لا لسه في فقرة كمان، بس خلينا نعمل فقرة اقتباسات الأغاني الأول عشان هم مش كتير. الجمهور بيطلب ليان، والله فعلا كانت المفروض ان ليان تيجي علشان الدور بتاع أولي نعمل معاها لقاء بخصوص الحتة دي، بس انا خايفة جدا ان مروان يطلع هو كمان. بس خلينا نعمل الفقرة دي ونحاول نخلي لولو هي كمان تعمل المداخلة بتاعتها، هي ما هتصدق الصراحة. طيب نشغل نقول بقى الاقتباس بتاع الاغاني، هنقول حتة من الاغنية ونشوف انتوا عارفين هي دي من فيلم ايه ولا لا، او تكملوها اي حاجة. ماشي. الناس بتقول مجنونة ما يهمنيش، دي سهلة جدا على فكرة. هو واضح ان المداخلات دلوقتي في يعني هجوم على المداخلات، فاكرين زمان في الموسم الرابع؟ طب ما نشوف مين معانا، مش هقدر اقول لا. مين معانا؟ ربنا يستر. ايوه مين؟ قولي. اوكي. ايه ده، هو انتوا في ايه النهارده؟ كلكم متفقين. انا قلت ما ينفعش واد عمي يكون موجود وما اكونش جاي وراه. ماشي يا قولي. ايه الاخبار؟
الحمد لله. انا ما بقتش عارف بقى انا اقولي ولا زازو ولا عجوه ولا تعالوا لموني من العيشه. انت بجد مصر على الطيور، عندك اصرار غريب على الطيور. تعالوا لموني من العيشه عشان انا تعبت. كفايه ادوار بجناحات، شوف حاجه تانية تطلعك بره الكاركتر دي. انا حاولت والله، حاولت دخلت سكه الشر، لا قالوا لي سكه الشر مش سكتك. طب اعمل ايه؟ كان في كومنت مكتوب يضحك جدا ان حتى لو انت عامل دور شرير بصوتك باين ان هو طيب برضه. انا شفت الكومنت. ما تعليقك على هذا الكومنت؟ يعني انا تعليقي دلوقتي يعني ما يعني ماشي، يمكن عشان انا بقلد، بس يمكن لو اتحشرت كده او اتدبست في دور زي ما مخرجنا اتدبس فيه يعني يمكن الموضوع يختلف. طب انت اصلا بتحب ايه اكتر دور بتحبه، او اكتر شخصيه يعني بتحبها في الافلام بتاعت ديزني؟ في افلام ديزني عموما؟ لا مش عارف يعني، هو ممكن هو كل فيلم ليه رونقه يعني، وليه. ما عندكش فيلم مفضل؟ ما عندكش شخصية مفضلة، دور مفضل كده يعني؟ فيلم المفضل يعني اللي ليه مكانة خاصة في قلبي كان فيلم ذا لاين كينج. ماشي، انت قلت ده مرة، انا عرفت المعلومة دي، لكن مفيش شخصية معينة بتحبها؟ شخصية الشرير المفضل بالنسبة لي يعني في ديزني كلها سكار اكيد. سكار ولوتسو. انت بتاع لوتسو صح؟ ايوه انا بتاع لوتسو. لا واندل ما ننساش اندل لو سمحتوا، علشان اندل ده في حته تانية بالنسبه له. نفسي افهم هو في انهي حته، هو في الاول وفي الاخر بورس برضه يعني ايه هو يكون لا فين؟ مش بورس، محدش يقول بورس. والله العظيم انا كنت بسمع اسمه زمان اندل بورس مش اندل بوكس اصلا. لا هو مش بورس خالص، هو سحلية عادي جدا. محمد شعبان بيقول المشكله ان صوته ابن ناس يعني مش نافع في الشر قوي. لا والله بتيجي الشر، تيجي بالتدريج. لا هيجي يمكن ما يا جماعه ما تستعجلوش بقى، ما تستعجلوش. طب خليكم انتوا كده مقتنعين كده ان انا طيب كده لحد ما اصدمكم في مره من المرات. وشاهد بتقول لك حابه اجدد انبهاري بعجوه. الصراحه لا، انت عملت عجوه حلوه جدا. بس عجوه فعلا اول مره اخد بالي من النقطه اللي انت قلتها دي، ان زازو وسكار دويتو نفس عجوه وجعفر. بجد ما كنتش واخده بالي من الحته دي زمان، تخيل ما جاتش في بالي يعني. معقوله؟ لا ما جاتش في بالي قبل كده ان انا اركز فيها يعني. عارفه طبعا ان الاثنين عبد الرحمن ابو زهره والاثنين عادل خلف، بس يعني ما فكرتش في الموضوع قبل كده يعني. ايوه فهمت. بس حلوه جدا الفكره والله، عجبتني جدا. وعجبني السبب اللي انت كتبته في الكومنتس، لازم احييك على الحكايه دي. ما اتضايقت بصراحه، اتضايقت قوي. لا لسه في حاجات تانية يعني ده تحدي وانا ما بحبش حد يتحداني الصراحه. طب يا جماعه، اصل احنا اليومين دول بس لازم هم يعرفوا برضو اللي بيسمعونا ان اليومين دول كان فيه هجوم على الجروب وعلى الصفحه من ناس بيفضلوا يكتبوا كومنتس سلبيه ان انتوا صوتكم مش حلو، وشوفوا ناس بتعرف تمثل، وشوفوا ناس تكون شاطره وناس في المجال. طبعا اللي بيكتبوا الكومنتس دول هم ناس اصلا شغالين في المجال ومش عاجبهم اللي بيحصل يعني، مش عاجبهم الوضع اللي احنا بنعمله، ان احنا بنعمل ده كده عادي بهزار ومش مهتمين وعادي جدا. فالموضوع مجننهم طبعا. ففي حاجات بتحصل، توقعوا اي حاجه الفتره الجايه، توقعوا كل حاجه. مبسوط جدا ان انت قلتي ده في مداخلتي انا، علشان يعني ده يديني فرصه للتعليق برضو عن الموضوع. خير استر يا رب. لا استر يا ربنا يستر ان شاء الله. ايه التعليق؟ ان انا بجد مش فاهم الموضوع يعني مضايقهم في ايه، مع ان يعني كل الناس يعني بتشكر في الموضوع، وكل الناس كمان دلوقتي عمالين بيتحايلوا علينا او يعني يطلبوا مننا كملوا الفيلم مثلا، يعملوا افلام كامله. وعلى فكره كده، على فكره دي حاجه كمان مش الناس بس، انا والدتي واخواتي الاثنين واختي انت عارفاها، اختي عماله بتقول لي بالله عليكم تكملوا الفيلم. انا حاسه بيهم. انا شفت الفيلم تاني بالفصحى يا جماعه، انا بحبه والله. اول مره شفته اصلا كان بالفصحى فحبيته، بس بعد ما العاميه حصلت انا بقيت وانا الفيلم شغال بقول اصلا الافيهات بالعامي يعني، غصب عني بقول الافيهات بالعاميه في وسط الكلام يعني. فاحنا تمام طبعا ما قلناش حاجه، بس هي الفكره داخل فيها طبعا فكره انك داخل على حد في مكان هو كان فاكر ان هو فيه لوحده، ولقى نفسه لا ده في حد جاي وبيلعب بيهزر، مش واخد الموضوع جد. فلا يعني انا لازم اوري له حجمه، فاهم؟ ده من وجهه نظرهم. والله هو من وجهه يعني ده من وجهه نظرهم هم، لكن من وجهه نظري انا يعني احنا كل ده احنا بنلعب، فما بالك بقى لو اتكلمنا بجد يعني. نفسنا بقى مش عايزين نتكلم بجد.
مش عايزين نتكلم بجد خالص، خلينا بنلعب لان هي دي حتتنا اصلا. وهو تمام. ما هو يمكن بقى ده بقى اللي مخوفهم، اللي هو احنا لحد دلوقتي بنلعب، فاحنا لو اتكلمنا بقى وخدنا الموضوع جد بقى ممكن نعمل ايه؟ الله اعلم. هي برضو الفكره في حاجه، عايزه اقول لك نقطتين مهمين جدا. اول نقطه ان بسبب الجو ده هو بيوصل للي بيسمع ان دول ناس بيهزروا بجد وبينهم كيمياء حلوه وبينهم جو حلو، فبيوصل الجو ده. تاني حاجه ان الموضوع يعني مش عارفه اقول لك ايه، الموضوع سمع بطريقه اللي اي حد بيشتغل في المجال عايزها. بمعنى ان انت لما تكتب حاجه او تعمل دور وتلاقي الناس بتستخدم الافيه بتاعك، زي مثلا ما احنا بنعمل في الاقتباسات كده، هو ده بالنسبه له النجاح الحقيقي. مش ان الفيلم يتشاف كم مره، ولا ان الفيلم يتعرض في التلفزيون، ولا ان الفيلم بيتحمل على مواقع. لا، هو الصدى الحقيقي بجد مش عدد المشاهدات، الصدى الحقيقي في الحاجه دي سابت اثر ازاي في اللي بيسمع. مش سمعها كده ونسيها وخلاص شكرا، لا، الكلمه فضلت لازقه في الدماغ وبتتكرر تاني، فهو ده النجاح الحقيقي. بالظبط. بس انا متفق جدا مع الكلام ده. طيب انت هتعمل لنا حاجه دلوقتي ولا ايه؟ هتقول حاجه؟ دوس. انا مش محضر، وانا ما بحبش اكون محضر الصراحه، يعني لما بتيجي كده بتبقى احلى. ما انا مش في بالي حاجه برضه، انا المره اللي فاتت خلصت كل الرصيد بتاعي. طب استنى، انا جات لي فكره بس هي متهوره شويه. المقطع بتاع لينجويني اللي هو وكوليت لما كانوا في المطبخ. تمام. بس انا بجد فكره ان انا اجي افتكر الكلمات دي صعبه قوي، بس يعني فكرني. يعني ماشي، هسندك. ماشي. هو ايه طيب، كان بتبدا ازاي الاول؟ ان هي بتدخل عليه وهو نايم، صح؟ ايوه. لما كانت بتقول له اوكي، افتكرت اول حته. صباح الخير. صباح الخير. والشيف عزمك امبارح على مشروب شيء مدهش، وقال لك ايه؟ هو بتقول ايه بعد كده؟ مش عايز تقول لي ولا ايه؟ ايوه. ايه، ما تقدرش تقول لي؟ ايه تاني؟ لا مش فاكره خالص الصراحه. ما تاخذنيش لاني بسالك عن صاحبتك الجامده مع الشيف. ايوه. ايه، ما تقدرش تقول لي؟ ما تاخذنيش اني سالتك عن صحوبيتك الجامده مع الشيف. وضحت الرؤيه، خلتني اعلمك شويه حركات تزغلل بيها عينه، وبعدها مش فاكره. حضرتك بتستنبل معايا. ماشي. وفي حته انا هبوظها بالضحك دلوقتي، اللي هي بتاعت انا افتكرتك غيرهم وافتكرت انك فاكرني غيرهم، صح؟ طب قول اي حاجه، انا كده ما قلتش حاجه، امال هو بيقول ايه؟ ما هو لسه هترزعه بالقلم دلوقتي. اعتبرني رزعته بالقلم. يلا. ما كانش لازم اساعدك، انا لو كنت اهتميت بنفسي بس كنت سبتك تضيع، بس انا افتكرتك غيرهم وافتكرت انك فاكرني غيرهم، وبعد كده القلم بقى. دي غلطتي. لا، هي المفروض ان هي رزقته بقى بالقلم بعد ما قالت له انت ما كانش لازم اساعدك، انا لو كنت اهتميت بنفسي بس كنت سبتك تضيع. يوسف طلع بدور صامت، فانا ناسيه ان هو ما بيتكلمش وكان نايم. طب قولي حته من لينجويني، يلا اي حته في لينجويني. هو خلاص، هو عامه المفروض ان هو صاحي دلوقتي وقال لها كوليت استني يا كوليت. خلاص يا صاحبي، مش هستحمل اكتر من كده. كوليت استني ما تركبيش الموتوسيكل. بصي، انا ماليش في الكلام ولا ليا في الطبيخ كمان، من غير مساعدتك على الاقل. كمل، معرفش بصراحه. ده اسمه تواضع مزيف. كمل، انت بتعمل كل الادوار فعلا. لا مش صح بجد، ده مش انا. لما حطيت مكونات تانية بدل ما امشي على الوصفه اللي قلتها لي، ما كانش انا. برضو. بس كده. قصدي ما كانش لازم اعمل كده، كان لازم امشي على الوصفه، كان لازم اسمع نصيحتك، كان لازم امشي ورا كلامك وانا مغمض لاني بحبك. تنصحيني. انا بحب دور لينجويني اكتر من كوليت بكتير. وانا كمان. هو ده بتقولي كومنت، استنى لازم اشوف. يوسف انت مش هتتكلم؟ لا ده عيني لسه بدري على ده متاخره قوي. لسه عندها انك ما اتكلمتش اصلا.
طيب لا حلو الصراحه، انت بتعمل لينجويني تحفه يعني. أنا بحبه هو أوي هو الصراحة. بالظبط. انا لا مستحيل افتكر حاجه يعني، طالما مش قدامي الكلام مش هفتكر بسهوله يعني. بس لا حلو طبعا يا يوسف، حاول تخرج من العشه علشان المخرجين ما يحشركش في الادوار دي. معلش اخش المطبخ ان شاء الله. مش مشكله، ارحم برضه. على ممكن تطبخ طيور هناك في المطبخ. سارة على الصامت دلوقتي. ما اصل انا هقول ايه طيب يعني قدام اللي هو بيقوله. لا هي بتقول انا حاسه ان لينجويني هو اللي بيتكلم في التليفون. لا بصراحه يا يوسف ما شاء الله عليك، ان شاء الله نستناك في ادوار جايه في المشاريع القادمه، وربنا يبعد عننا اي حد يضايقنا. ربنا يبعد عننا الناس الوحشه. مش هقول غير كده. كفايه يعني. ماشي يا يوسف، ماشي يا ابو الريش، نورتنا يا ابو شرفت الريش. بيك يا سيدي، شرفت. مع السلامه. مع السلامه. هو يا جماعه في ايه بقى، الواحد عايز يكمل فقره، نسيت اساله عن الاغنيه، تصدقوا كان المفروض ان انا اساله على الاقتباس بتاع الاغنيه عشان يكمل الاغنيه. طب احنا طبعا نسينا خالص، احنا كنا بنقول ايه؟ احنا كنا بنقول اقتباس الاغنيه. ايوه الفشار. الاقتباس كان بيقول الناس بتقول مجنونه ما يهمنيش، واعتقد ان هو سهل قوي. دي اغنيه ايه او من فيلم ايه او مين اللي بيغنيها؟ طبعا صوته بجد كأنه هو لينجويني. وادي في مدينة العناصر هيليق عليه. في كاركترات معينة صوتها لايق على صوت يوسف بصراحة يعني. عشان كده ناس كتير بتقول مثلا انت دور الشر مثلا صوته كيوت. هو بصمة صوته في السكة دي، كل واحد له بصمة صوت معينة، فكل واحد بصمة صوته بتليق على نوع معين من الشخصيات، وعشان كده ما ينفعش حد هو اللي يعمل كل الشخصيات. يعني حاجة من الحاجات اللي الناس بتغلط فيها وهم جايين يجربوا ان هم يعملوا دوبلاج، ان الواحد يروح ماسك فيلم او ماسك مقطع من فيلم ويعمل 3-4 شخصيات مرة واحدة في نفس التيك او في نفس واحد يعني. انت ممكن تعمل فعلا شخصيتين بس تفصل بين الاتنين تماما في وقت التسجيل، وتفصل بينهم حتى شعوريا. ففكرة ان انت تمسك شخصيتين 3 وتعملهم ورا بعض، بصمة صوتك هتبقى باينة جدا، بالذات لو سجلتهم في نفس الوقت. فزي ما قلت لكم يعني كل واحد له نوع من الشخصيات بيليق عليه. اوكي تيانا، كله قال تيانا. الميزة برضو في الحاجات اللي احنا عملناها، في الفيديوهات اللي احنا عملناها، تنوع بصمات الصوت. يعني انا بحب اضرب المثال بصراحه بتاع ايه، يعني شاوت اوت يا ايه، انت مش معانا بس موجوده معانا بروحك يا عصفورتنا الصغيره. ففكره ان يبقى حد مثلا عنده مثلا لدغه، عنده طريقه كلام معينه، صوت معين، ملوش فرصه في المجال الحقيقي ان هو يدخل فيه. لكن احنا بالنسبه لنا في شخصيات يا جماعه عندها راء، في شخصيات ممكن تكون كلامها بطريقه معينه. ايه المشكله لما ده يبقى موجود؟ هو لازم اللي بيتكلم يبقى صوته خلاص اللي هو بيرفكت 100%؟ فالحلو في الفيديوهات بتاعتنا كان كل انواع الصوت موجوده، كل الاصوات موجوده، كل طريقه الكلام موجوده. زي بوجي والديب الناري كده. بس لا طبعا انت اكيد سجلت برضو ده في وقت وده في وقت، وحتى الجزء اللي بتتنقل فيه هو بوجي ما بيقولش غير كلمتين، وهو اصلا طبيعة الدور انه بيمثل، فدي خدمة الحكاية برضو. بالظبط يا ايه، زي ما انت بتقولي، انت بتسجلي دي لوحدها وتسجلي التانية لوحدها وبعد كده تظبطيهم مع بعض، لان ده الاصلح يعني. ماشي خلاص، اللي فات ده كانت تيانا وسهلة جدا. في واحدة تانية بقى ايه صعبة شوية. انا لازم اعترف ان انت نصير للمظلوم، من غيرك الدنيا ما يبقى لهاش لزوم. سهلة قوي. اوكي دي كانت في فيلم ايه او مين اللي بيغنوها؟ ايه هو اللي موافق جدا؟ جرب اعمل فيديو فيه كوليتو لينجويني. مش للدرجات دي، لسه بقول مش دايما فكرة ان حد يعمل صوت دور بنت او بنت تعمل دور ولد بتنجح، حتى لو انت بتعرف تغير صوتك كويس جدا مش هتلاقيها دايما ظابطة، بالذات لو 2 مع نفس الوقت. هو تحدي حلو، كنوع من التحدي بيبقى حلو، بس مش صح دايما يعني. لا انصح بالحكاية دي خالص، حتى لو حد محترف بيبوظ الفيديو. طب احنا معانا مداخلة تانية وانا مش هقدر الصراحة ان انا الو، اقول لا. الو، مين معانا؟ لا ولا لا اكيد. طيب. لا مين معانا طيب الاول؟ شاهد معك.
طيب منور يا شباب. انا بصراحه يعني اول مره اشوفك بتحضر معانا حلقه، فانا ما اعرفش ده. بص انا اقول لك حاجه بس مبدئيا. اوكي. انا في الجروب ده من اوله خالص ما كنتش بشترك خالص، يعني انا في الجروب من اوائله تماما من زمان جدا فعلا. اوكي. طب والله. تمام. ماشي. بس عشان بحكم الشغل والحاجات دي طبعا. و اقول حاجه عشان في ناس من اللي من جواها مش كويسين دول. والله عشان انا واتشتمت في الانبوكس عندي. ليه اتشتمت ليه؟ لا يعني ناس داخلين عشان خاطر بتكلم على فيديوهات بعض الناس كويس ومش عارف ايه، وفي الاخر يقول لي انت داخل تشجع الهبل ومش الهبل واللي ايه ده حصل بجد؟ دي ناس امتى ده؟ والله من فترة صغيرة كده. فدي ناس بس انا احب ان شاء الله لو حد فيهم موجود. انتوا ناس دول ناس مش طبيعية، ناس زي الديب مراري كده، ديب الناري عارفينه طبعا بيعمل ايه. انت دلوقتي بتصدمني، انا عارفة ان ده بيحصل بس متوقعتش والله. وانا انا كل اللي كتبته ان انا بشجع كذا او كذا بالفيديو اللي نزله او نزلته جميل وعجبني. بس خصوصا ان انا في المجال ده من سنين، يعني انا في المجال ده مش بظهر يعني على فكرة. يعني من سنين وبنعمل مسرحيات وبنعمل حاجات كده، بس كل ده ايه يعني في العادي. بس هو مبدئيا اللي بيعمل حاجة بجد بحب ما بيحتاجش انه يقعد يعمل شوشرة حواليه عشان الناس تشوف ده كده يعني. والله بصي صدقيني انتوا ناس زي الفل، وكل اللي في الجروب كلهم ده من ذوقك والله يعني. بعتبرهم اخواتي والله العظيم، كلهم دمهم خفيف، وكلهم بيعرفوا الدبلجه وغير الدبلجه. كفايه اللي هم حافظين الكرتون وديزني والحاجات الجميله دي. انا واحد اهو يعني 35 سنه دلوقتي ما اعرفش اكل حاجه غير لما اقعد اشغل فيلم. ده خلاص انا وعيالي بقى وكده والبيت نقعد نتجمع ونقعد نتفرج على على فيلم. ايوه طبعا. بس فصدقيني ما خليش حد يركز مع الكلام السلبي ده اللي ملوش اي لازمه خالص، واستمروا في اللي انتوا فيه وان شاء الله ربنا يوفقهم. بتشجيعكم طبعا يعني. انا والله العظيم ناس محترمه ومبسوطه انك اول مره تسمعني. اعتقد انت بتقولي من زمان بس اول مره تسمع الراديو. على فكره انا بسمع الحلقات بس مش لايف، يعني انا بحضرها. طب حلو ده بجد. طب مستخبي ليه؟ ما انا ما والله بس عشان ظروف الشغل والسفر والولاد بقى والحاجات الجميله دي. وكنا لسه على فكره بنحضر حاجه لسبونج بوب وبسيط. طب حلو. انا وزميل ليا في حاجات كده يعني يا رب تتعرض في قناه ما. يعني انت اصلا شغال في المجال بشكل أيوه. رسمي؟ مش رسمي بس يعني ايه هقول لحضرتك، في زي بنعمل مسرحيات بنعمل حاجات وكده. ماشي. المسرحيات اللي بتاعت الاطفال بس بكاركترات الافلام بتاعت ديزني، صح ولا انا فاهمه غلط؟ بالظبط. بس يعني مش كلها بتبقى كده. ماشي. وفي حاجات تانية زي وطبعا انا مش هقدر يعني احنا برضه عندنا برضه يعني زي صفحه بدون ذكر اسماء برضه ليها علاقه بالحاجات دي كلها. و بس واحنا شغالين. وطبعا انا بعمل حلو ده. ليه ما يبقاش في بينا تعاون؟ لو انتوا هتعملوا حاجه خاصه بالاطفال وبرضه مسرحيه وكده، انا بشجع جدا الحاجات دي. انا ما عنديش مشكله يعني تعلن عن ده على الجروب عندنا، تنزل امتى المسرحيه تتعرض ونبقى اللي عايز يحضر. انا بشجع جدا الحكايه دي على فكره يعني جدا ونظبطها. وفعلا كنت بدور تيجي تعمل ادوار معينه وبندرب وبنعمل وبنأجر بقى المكان ومعنا مخرج وحاجات كبيره. بس هي دي طبعا مش شغلتي الاساسيه، ده جانب طبعا يعني طبعا الشغل اكيد. بجانب نعمله ده. بس الحمد لله تدريب طويل وحاجات كتيره جدا الحمد لله وصلنا لمكانه كويسه جدا ما شاء الله. ربنا يوفقك. ومن من طريقه كلامك لا واضح ما شاء الله ان انت بتعمله بحب وما عندكش حته الغيره بقى ولا ان ده انا بيعملوا فاكيد اللي انت بتعمله حلو. حضرتك على حاجه كتف او لو حد بيجي مش قد كده ما بحبش اقول له لا، ما بحبش اقول له وحش. يعني بقول ايه لو عملنا كذا ممكن يبقى احلى، لو كذا ممكن يبقى كده. بتيجي معايا بالطريقه دي، لكن اقول لا ده وحش وما تعملش لا، يعني بالنسبه لي حرام كده يعني. انا ازعل حد بتاع. دي الناس المحترمه والناس اللي بجد عايزه انها تفيد غيرها. مش هقول لحد انت صوتك وحش كده وخلاص هو حبيبي. لا ده في ناس والله مش هتكلم بس عشان خاطر الحلقه تبقى جميله وبقيت بقى عايز اشترك في المسابقه اللي جايه بفيديوز وحاجات بقى كده ايه مستنيين بقى. يعني طول ما عشان كنت بتدرب في حلقات كده هتنزل فكنت بتدرب على الصوت بقى كتير. طيب تمام.
نعيش بقى على سبونج بوب اللي جاي ان شاء الله. خلاص مستنيه المشاركات بتاعتكم، ومستنيه إن شاء لو الله. في اي اخبار لها علاقه بمسرحيه، لها علاقه بعرض، هتكلم معايا. حضرتك. تواصل معايا على طول، وهنظبط مع بعض ان احنا نعلن عنها. انا برحب جدا بالموضوع ده يعني. تمام. واحنا بنعمل يعني بنجيب الاطفال وبندربها وبنعمل وكلها طبعا كل جزء عموما احنا عليه. بس احنا هو الصوت دلوقتي بيقطع، صوتك بيقطع. حضرتك سامعني كده كويس؟ كده كويس. كنت بتقول بقى بنجيب اطفال وندربهم، ايه تاني؟ هو الصوت كده قطع. الو، ما عادش في صوت خالص. بس يا جماعه المكالمه دي صدمتني برضو شويه. الو، ايوه كده رجع تاني. معلش الشبكه والنت مفيش وكل مشكلة. حاجه كل حاجه ضدنا، بس عادي احنا مكملين برضو، مفيش اي مشاكل. اللي فوق الرف سامعني. لا ماشي. فكل الحاجات دي لا ان شاء الله هكلم حضرتك فيها ونظبطها باذن الله. هستنى اكيد. بس ونخش في المسابقه بتاع الاقتباسات ده عشان انا قاعد مستني. ماشي، يلا اقتباسات الاغاني. انا اخر واحده قلتها ومحدش لسه جاوب عليها، كانت انا لازم اعترف ان انت نصير للمظلوم، من غيرك الدنيا ما يبقى لهاش لزوم. دي كانت اغنيه في فيلم، عارفها؟ لا ممكن اعرفها بالمزيكا مش بالمزيكا. كلام. ما انا بقولها كده عشان لو قلتها بالمزيكا تبقى معروفه جدا الصراحه. لازم اعرفها بالمزيكا وكده بس سهله. هنخش دلوقتي وهفتكر ماشي. هتفتكر في الكومنتس، لان برضو بتبقى المكالمه بتخلي الواحد مش مركز قوي زي لما هو مش مركز. وفي بقى عندي اطفال ممكن بقى يقفلوا الباب عليه ويفتحوا الباب عليه فجاه. لا، الاطفال سايبين بصمه في الحلقه دي النهارده في كل الاطفال. احنا مش عايزين نتخانق دلوقتي. في اطفال اتخانقت مع اهاليهم من شويه. خلاص لا، احنا مش عايزين نكرر. بلاش، كفايه كده. تمام. ميرسي لحضرتك، نورتني جدا جدا. ميرسي لحضرتك. شكرا لكلامك. ميرسي. مع السلامه. مع السلامه. والله يا جماعه انا مش عارفه اقول ايه، انا عاجزه عن التعبير عن اللي بيحصل ده بصراحه. يعني حتى يعني انا مش متفقه خالص ولا اعرف بجد. انا اول مره اشوف اسمي استاذ شهاب، واول مره اشوف الاكونت، فان هو يعني يجي ويقول الكلام ده، دي رساله بجد جميله جدا، وبشكره عليها، وبشكره ان هو طلع واتكلم وقال حاجه زي كده، وده يدينا دافع طبعا ان احنا نكمل في اللي احنا بنعمله. ماشي. كل قال مسرحيه مارد وشوشني صح. طبعا هي لو اتقالت بالموسيقى هتبقى سهله جدا. انا قلتها مره بالموسيقى. انا لازم اعترف ان انت نصير للمظلوم، من غيرك الدنيا ما يبقى لهاش لزوم. احباب الله عاملين تاتش خطير في الحلقه النهارده من كل النواحي. الحمد لله انا مش انا لوحدي، الحمد لله. ملعون الراوتر ده. طيب نقول اقتباس تاني، وهو ايه؟ استنى، والله سهل جدا يعني، ده سهل قوي. الرجاله اللي هناك بيكرهوا الرغي ويقولوا على الرغي انها ممله. سهل جدا. 627 كومنت بس. انا قايله عايزه 1000 كومنت، انا ملياش دعوه. ناديه بتقول المسابقه الجايه عن فيلم ايه؟ هتبقى عن ليلو وستيتش ان شاء الله يا ناديه. وبيبقى زي ما احنا متعودين كده، يعني من الحلقه للحلقه، يعني مثلا 5 ايام، اسبوع، زي ما تيجي. طبعا امنيه اكتر واحده عارفه. بالظبط، صدمتنا وفرحتنا في نفس الوقت. امنيه بتقول ارسولا ونور، والاتنين نور بيقولوا ارسولا. سهله جدا الصراحه. طب حلو يا يوسف بجد. هو بيقول طبعا استاذ شهاب ان هو معانا في الجروب من زمان، بس فكره ان هو يحضر حلقه لايف دي اول مره بصراحه اشوفها. بس هو واضح ما شاء الله عليه ان هو شخص سالك، بيشجع الناس كلها، مش عايز ان هو يبقى حاجه سلبيه في حياه حد. ليان تيجي والكومنتات هتشتغل. استاذه ساره ممكن تقولي اسمي فيها محمد شعبان في حسسني ان انت اول مره تحضر الحلقه. اوكي. وهدى برضو بتقول ارسوله، وشاهد بتقول هناك احسن الستات ما ينطقوش الكلمات، وعلى اي حل رغيكي بالعلق كمان. مش عارفه اعلق على الناس اللي بتعلق. اوكي ماشي يا محمد شعبان، ماشي. طبعا دي سهله جدا، والاغنيه دي خطيره. انا مستنيه امنيه ان انتي تعملي ارسوله بجد.
وآية بتقول لازم ادخل الاسبوع الجاي اكون شحنت رصيد والنور يكون موجود. انا قعدت اتخيل لوهله لو النور قطع هنا عندي ممكن يحصل لي ايه ساعتها، ممكن يجرى لي حاجه. فخلاص يا آية بإذن الله لو الحلقة الجاية فيها مداخلات، أنا برضو عايزة أوضح إن مش كل حلقة بيبقى فيها مداخلات، دي بتبقى حلقات معينة اللي بنعمل فيها مداخلات، فمش كل الحلقات فيها مداخلات. بس لو في مداخلة قريب بعلن قبليها إن الحلقة الجاية يا جماعة هيبقى فيها مداخلة. أوكي. كل اللي قال أرسولة صح. وهدى بتقول قربت خلاص، دي بتجاوب على الاقتباس الاولاني. هدى يعني الله يكون في عونك على النت الصراحه. وجودي بتقول انا اول مره احضر الحلقات بس طلعت ممتعه، منوراني يا جودي. جودي سمير. وان شاء الله هتتبسطي على فكره لو حضرتي معانا كل حلقه، وكل حلقه بتبقى لها سيستم مختلف. يعني الحلقات دي كانت مداخلات، في حلقات تانية بتبقى لقاء مع حد في المجال، حلقات تانية بتبقى مثلا فيها فقرات تانية مختلفه وهكذا. يعني كل حلقه وليها السيستم بتاعها، بس ان شاء الله ما تبقاش اخر حلقه. هاي ماشي. انا هقول الحته بتاعت ارسوله دي، ما اقدرش ان تيجي ارسوله قدامي وانا ما اقولهاش، عشان تقريبا لما غنيت أرسولة مرة ما قلتش الحتة دي. الرجال اللي هناك بيكرهوا الرغي ويقولوا على الرغي انها مملة، وهناك احسن للستات ما ينطقوش الكلمات، وعلى اي حال الرغي يجيب العلة كمان، فوق بيكرهوا كل المناقشات وبيكرهوا كل الرجالة بالذات، وهناك احسن للستات ما ينطقوش الكلمات، وعلى اي حال. انا بخرف بس ماشي. انا بحب أرسولة قوي، بس ده مش صوت أرسولة خالص يا جماعه، انا عندي صوت تاني لأرسولة، يعني مش عايزه اخوف حد. انا قلتها قبل كده اللي هي بتاعت يا مساكين البحور ضايعين لايصين. استاذه ساره بجد الحلقه جميله وهدخل كل يوم. في ايه؟ انا مش قادره افهم في ايه. ماشي. مش مستوعبه الصراحه بس ماشي. واخر اغنيه معانا بتقول ايه بقى في الاقتباسات؟ رادع زيف غل مخيف خايف يتحدى ماضي، سيبه يضيع سيبه يعيش بس اوعى تنسى الخداع ما يتنسيش مخادع. انا جاوبت خلاص، جاوبت، بس ايه برضو هقول لكم يا ترى. كفايه حاجات غريبه بجد. ايه اللي انتوا بتكتبوه ده فعلا؟ ما لولا ان موانا ما كانتش موجوده كنا شكينا ان هي اللي بتكتب الكومنتس من موبايلك انت. عموما الاغنيه دي سهله جدا. رادع زيف غل مخيف خايف يتحدى ماضي، سيبه يضيع سيبه يعيش بس اوعى تنسى الخداع ما يتنسيش. وسهله قوي الصراحه. الاسد الملك جودي بتقول، وأمنية برضو كوفو، ونور بتقول كوفو ماشي، ونور وأمنية ماشي اوكي، ونور التانية نور إسلام ونور أحمد، ويوسف بيقول كوفو. حبيبي انت يوسف ذوقك في الاختيار الشخصيات علامة. وقالها بتقول انا ما كنتش عارفة مين أرسولة بس لما عملتي صوتها عرفتها. وشهد شاطر ما شاء الله انها بتجيب الكلمات. ايوه صح يا شهد، استني صح. يكرهها كل الشباب بالذات عشان بيبقوا مغرمين بالبنات المكسوفين، الواحدة تسيب الراجل بالسكاتة، انتي من مساكين البحور. كفاية كده. مخادع جبان الشر باين في عيني من زمان، مخادع غدار نفسه يشعللها من اول ما بان. سهله جدا. خلاص كده يا جماعه فقره الاغاني بتاعت كمل الاغنيه او ايه الاغنيه خلصت خلاص. فاضل معايا فقره واحده وعشان نلحق بجد بقى كفايه كده كفايه. الحلقه دي كانت تقيله قوي قوي بجد ومليانه، يعني مليانه كتير. انا معايا مقطع الاول عايزه اشغله قبل الفقره دي. استنوا كده. مقطع من فيلم اب وهنسمعه وبعد كده ارجع لكم نكمل الفقره اللي جايه. فصاد يا ابو فصاد اظهر
فصادة. ها مسكتك. ما تخافش مني يا صغنن، انا كشافة ومغامر وبحب كل الكائنات. عايز كمان؟ اهلا وسهلا، ما تخلصهاش. يلا اخرج اخرج اخرج، ما تخافش يا فصادة. يلا يا صغنن، فصادة صغنن اطير. لقيت الفصادة. لقيته. هما ايه، طوال؟ طبعا طوال اوي. وعندهم الوان كتيرة؟ عندهم كتير. وبيحبوا الشوكولاتة؟ طب شوكولاتة. ايه اللي معاك ده؟ ابو الفصادة. ما فيش حاجة اسمها ابو الفصادة. بس انت قلت ان هو كان واو. امشي من هنا. امشي. لا خلي بالك. يا بص يا استاذ فايز يحبني. خمس. كفايه بتزغزغ. امشي من هنا. يا جميل ما تخافش، استاذ فريد زين راجل كويس. جميل. ده الاسم اللي سميتهوله. امشي. فنيلة حالك اصليتي. امشي من هنا. ابعد. ممكن اربيه ارجوك؟ انا هوكله وهصحيه وهنضف تحت منه. لا. المغامر صديق للكل من اسماك وحيوان والاصغر واعلى. القفشه دي بقى مش صح. لا صح. يا بص جميل. ايه؟ انزل، مش مسموح لك تطلع فوق. انزل بسرعة فورا. يا خبر، شايفة الحوسة يا إلي؟ إلي؟ أهلا إلي، ممكن أربي الطائر؟ ماشي؟ هي بتقولك توافق على طلبي بس أنا رفضت طلبه. مرفوض. يلا رجعت لكم بقى ومعايا مفاجأة. لولو. معايا دلوقتي ليان. طالما احنا فعلا عملنا مداخلات نونات النهارده يبقى لازم لولو هي كمان تبقى معانا في المداخلة. المهم يا لولو احنا عايزين نتكلم معاكي عن الفيلم اللي انت عملتي فيه الدور بتاع قولي. ماشي؟ عايزه اسالك على حاجه وهقرا لك الكومنتس برضه. المهم يا جماعه الصوت يعني باين مش باين، طمنوني يعني. اتصدمت منها قوي، ده امنيه اللي بتقول اوكي. لسه الصوت يا لولو بيظهر عندهم بصراحه متاخر. ازيك يا لولو؟ كويسه. طيب انت ايه اكتر حاجه حبيتيها في الفيلم، في المقاطع اللي احنا نزلناها؟ اكتر حته ايه؟ الحته اللي هي بتاعت لما تحول لعصفور ده. واللي برضو بتاع السمكه دي. طب قلدي يا لولو السمكه. لا ما تتكسفيش بقى، مش انت خلاص عملتي دور والناس كلها سمعتك وسمعك اكتر من نص مليون بني ادم. ها لا قولي ده هو عمرو عايز يسمع. انا حته اللي هي بتاعت اللي هو بيقول حاجه مقرفه ومنتهى القرف وبعد كده بيظهر بيقول له ايه؟ عوافي ايه؟ عوافي يا دمي. ايوه واجب بتعملي عندك صح. طب قولي حته تانية انت بتحبيها. اللي هو بيكح فيها. يلا تاخد لك ازيك يا بابا، تاخد لك بقى. طب قولي ايوه يلا هي دي. سمع بابا الشعار. خليك في الدار وابعد عن الاخطار. عليك شطور وعليك نور يا ابني. البوك المفروض ما يكونش فضولي،
قولي الحته اللي هي بتاعت مفيش حاجه لكل ده، انا كنت بتمشى شويه. مفيش حاجة لكل ده، أنا كنت بتمشى شوية. طب انت يا لولو ايه اكتر شخصيه حبيتيها في الشخصيات اللي معموله اللي هي بالعامي؟ اللي انتوا عملتوها العصفور أولي؟ العصفور أولي. والشخصية بتاعتي وبتاعتك اللي هي ايه بتاعتي دي اللي هي ايه؟ اللي ما انا عامله هي شخصيتين مش انا عامله دور الجده. جدة وبرده الجدة عجبتني، والتانية دي اللي اسمها ايه؟ ايفي. ايفي. والاتنين الصغننتين دول. لولو بتحب جدا دور آية اللي هي ليلي العصفورة الصغيرة ليلي، صح؟ طب قلديها كده، كانت بتقول ايه؟ كانت بتقول يا حرام ده مخه طار. قولي. كانت بتقول في الحتة اللي هي ليلي انت المسؤولة. نو حرق بنت يا لولو، لان بتحرق لنا الفيديو اللي هينزل. هي لان ليه مصره كل ما تيجي تحرق لنا الفيلم العصفور قولي ولا هي كانت هتحرق الحته اللي هتنزل اصلا النهارده. بصي عمو بيقولك سحنته المفعكشه. بتحبي الحته بتاعت دور الجده اللي بتقول دي؟ طب قلديها. هيا عدينا فعلة المفعكشة جلاب المصايب واللي اسمها ايه؟ والبلاوي اللي لو البعبع شافه يموت من الخوف. صح، شاطره له. طب انت عجبك الموضوع وعايزه تعملي دور تاني؟ طب انت لو عايزه تعملي دور هيبقى دور مين تاني لو في شخصيه بتحبي؟ في كرتون عايزه انا نعمله؟ طيب مثلا زي رابنزل مثلا. طب في ماشي، انت بتحبي دور رابنزل؟ طب انت في كرتون معين عايزه ان احنا نعمله مش انت كنت بتقولي انت عايزه ايه؟ بيبي بوس. بيبي بوس، يعني نفسك بيبي بوس يتعمل يبقى بالمصري؟ طب انت لو تعملي دور فيها هتعملي ايه؟ احنا قررنا نعمل الجزء التاني، بس عايزه بقى الجزء الاول، قصدي الجزء الاول هنعمله، وهنعمل اللي عايزه نعمل الجزء التاني عشان برضه انا اعمل فيه صوت الطفله الكبيره. انت عاجبك دور البنت اللي في الفيلم الجزء التاني؟ مش الصغيره، الكبيره برضه. الكبيره اللي هي الاخت الكبيره اللي بتروح المدرسه دي. اوكي. وطنط اللي كانت عامله دور مامة قولي بتقولك انت مش بتحبي دور مامتك ولا ايه؟ قلديها، كانت بتقول ايه؟ كانت بتقول اول حته بتقول قولي لولي عملت لك طاقية جديده هتحبها قوي. مش انت كنت بتقولي بحب صوتها قوي؟ عشان صوتها ايه؟ حنون، صح؟ كنت بتقولي كده؟ هي بتقول عصفور برضو زي مامتها، لا بس عشان هي في عندها اسباب انها تقولها كده. الولا زعبولة. ماشي يا لولو، انا مبسوطه ان انتي كنت معايا النهارده. وفي حد كان بيقول محمد مصطفى ولا ايه؟ كان بيقول نشغل حته ديب ناري يا مرات. تصدقي ان احنا ما شغلناش لحد دلوقتي اي مقطع من الحاجات اللي عملناها؟ تعالي نجرب نشغل كلهم. ايه، احنا هنقفل الحلقه اصلا كمان شويه، ممكن ما ينفعش. شغال 2. اصبري بس هنشوف هتنفع ولا لا. بتاعي واللي هو ديب ناري ده. طب قربي من المايك شويه. طيب احنا يا جماعه دلوقتي الفقرات بتاعتنا خلصت، الفقره الوحيده اللي كانت باقي معايا اللي هي فقره انا مين، اللي هي خمن الشخصيه. فكنت عايزه انا عايزه هتعرفي تلعبيها؟ ماشي، تعالي نشوف. بيقول ماشي، في شخصيه معينه في بالي، انت تساليني اسئله وانا اقول لك او لا. ماشي. طيب انا في بالي شخصيه. لا انت اسالي، انا اللي في بالي الشخصيه وانت اسالي. ماشي. انا في بالي شخصيه، انت اسالي مثلا ولد ولا بنت، طب حيوان ولا انسان كده. قربي شويه من المايك. طب ولد ولا بنت؟ ولد، بس هو مش انسان. ولد مش انسان. يعني مفترس ولا لا عادي؟ مش مفترس، لا. بوكو؟ لا مش بوكو، لا. طب بياكل ايه؟ بياكل بياكل عادي حبوب مثلا، بياكل ذرة، بياكل كتكوت؟ قريب من الكتكوت. هي حاجة لما الكتكوت بيكبر بيبقى ايه؟ فاكهة. ايوه، اللي هو اللي احنا كنا مرة شغلناه على التلفزيون. لا اللي هو 5 كيدز ده. ايه الكتكوت اللي في 5 كيدز؟ اللي هو لقى كائن فضائي ده
مش هو؟ لا مش فروج القله، لا انا قلت مش كتكوت، انا قلت حاجه لما الكتكوت بيكبر بيبقى ايه. فرخ. لا بيبقى ايه لو الفرخه ماشي، انما لو هو ولد هيبقى ايه؟ لما ديك. طب ايه مش عرفتيها؟ لا صراحه. هو ديك، ايوه بس انه ديك بقى؟ الديك منى. ايوه صح، عرفتيها وعرفتها. ايوه هي ايوه هي اللي في استنى تعال نشغل الحته دي بقى عشان خلاص كده كفايه. صح بس مش فاروق القله، هو هي يا جماعه صح. تعالوا هنشغل الحته دي، بس استنوا بس اظبط الصوت. ودي اتنين دول كله. لا بس ما فيش صوت، استني هنعمل الصوت يا رب يشتغل بس. وحاجة في منتهى ماما شغال اللي هو بتاعت الخنفسة دي. بتاعت الخنفسه دي طويله قوي. هو هحاول ان انا اشغله، بس مش عارفه النت بطيء، لان انا هشغله لايف مش هشغله من عندي. شطوره يا لولو، اسراء بتقولك شطوره يا لولو، انا مخي واقف ما عرفتهاش. ماشي. وشهد برضو بتقول ايه نفس الكلام، انا مقتنعه باجابات لولو. هو الصوت راح؟ لا ما تقولوش الصوت راح ولا لا. النت وحش قوي عندنا كلنا يا جماعه، انتوا مش حاسين ان دي اشاره على فكره؟ وفي حاجه هتحصل في العالم طالما النت وحش في كل حته. مش عارفه النت هفصل. غبية وحاجة في منتهى القرف. العواف يا واد عمي. واقف بتعمل ايه؟ في ديب ناري. ديب ناري يا مراري. اطلع يا ديب النار ده. خلاص مشي تقريبا. استنى انا عارفك، احنا اتقابلنا من فترة؟ ايوه كنت عارف. قابلتك من حوالي دقيقة. بقت فترة؟ ليه؟ لا طالما لا يبقى لا. اصل البوجل الوحيد في البحيرة دي تمه، فمش بعيد يا واد عمي. وانت بقى تطلع مين يا حزين؟ سؤال هو بيقول كده، في ناس بتتكلم بالطريقة دي. طيب ممكن نشغل حتة من الخنفسة صح؟ انت واد عمي يعني صاحبي. يعني زي صاحبه كده. بصي دي كده اهي. ده انا عارفه. طب استني هنشغل ممكن نشغلها؟ ازاي يعني؟ قالوا له هو احنا هنتفرج دلوقتي؟ ونشغلها دي بس. بيقولوا لك قولي الكلام معاها، يعني قولي الكلام مع الشخصيات وهم شغالين. يعني كلهم ولا واحدة؟ على قد ما تقدري بقى. مش هقول خنفسة. احساسها وهي لايف، تصدقوا فعلا احنا عمرنا ما عملناها. وانت تطلع مين يا حزين؟ طب خدي تعالي نعمل دي، انت حافظاهم كلهم صح؟ صح. طيب بعيدوا الريش ده عني. الخنفسة ماشي. احنا عملنا ايه؟ عملناه قصدك اللي هي عملته مش وقته. انا مزنوق هنا، حد يساعدني عن كده. قولي يلا. استنى لما تبدأ. من النجمة لحد ما ظهري يتكون. انت بتتكلم انت كمان؟ لا بنونو يا اخويا، هتفسح رجلك من قدامي ولا طلع نونوة اليوم كله على قولي. ما تغرش يا راجل، تقوم بتزيم او زلزلة من تحت البهايم. ده ايه الحزن اللي انا فيه ده؟ يومي كم شراح وقفي من وش السعادة بدل ما اسيب لك كرسي الجلة ده وهيجي من البلد خالص. هلا انت واقف بتتفرج علي يا عم. هدي نفسك انت كمان وانا هشم على ظهري. انا افتكرتك شايل التيم حرفيا. طب يا جماعة عايزة اعمل لكم حاجة كده هنت. في شخصية انتوا بتحبوها واحنا سمعناها دلوقتي هتبقى موجودة برضو في الفيديو الجديد اللي هينزل على الصفحة بعد الحلقة. مش هحرق لك، استني انتي بتحرقي اصلا. استني هم عايزين نشغل حتة يا حيام بيتكلم الحشيات. استني. ايوه يا حيوان ده بيكلم الحشيات عن نمبر 2، بيتكلم معايا عن نمبر 2. قولي له اللي انت عملتيه. تقصدي اني انقذت حياتي؟ بيتهيألي هي تقصد حاجة تانية. الحاجات التانية كلها. ثانية واحدة. فين فاطمة يا جماعة؟ فين فاطمة؟ هي فاطمة النت عندها برضو مش حلو؟ معقولة يا جماعة فاطمة ما تبقاش معانا وما تسمعش صوتها؟ استنى. جرجرتيني زرع بصل في المية وبعدها خبطت راسك بالغلط في شوية صخور صغننة. نعم يا اختي. صوت واطي قوي. كمان خلاص بقى كفاية، كنت مزفلط. تعالي نشغل مقطع قولي لولي بتاع ليالي. ماشي.
ده لايف وانت مش ناوي تجيبها بره وبعدين معاه؟ قوليلولي عملت لك طاقية جديدة هتحبها قوي. قوليلولي خرج بره الجزيرة. يا لهوي خرجت. يا ماما مش هتصدقي اللي شفته. لقيت ورق شجر بيبحلق ممكن الصوت دلوقتي انا كمان كجميلة وملونة كانت بتضحك لي. هاكلك يا ابني، دي كانت هتاكلك. ممنوع الخروج بره الجزيرة، مفهوم؟ قوليها عادي. صوت الأب كيوت. صوت الاب كيوت. لايقة مع بعض. ماشي يا حبيبي، بوكو ما ينفعش يبقى فضولي. سمع بابا الشعار. خليك في الدار وابعد عن الأخطار. صح شطور وعليك نور. تعرف تقولي اللي عندنا حاسة شم قوية علشان أول ما الخطر يجي نشمه على طول ويهرب. عشان نشم كل حاجة مش الخطر وبس. اعمل لكم الجده ولا ايه؟ ما تتهورش. ثانية، حكاية كان مكان. أنا عايزة أسمعها. حرام عليك، ده لسه نور، لو سمع عن الديب هيجيله كوابيس. بس أيمن مامته حكيتها له. يا دي احلام كراويه وابنها، مش هنخلص من السيره دي. يو أنا ما عنديش صحة للمنادة دي. انا اللي هقول له. هي عندها صحة. تيتا ايه بقى؟ ما طلعتلوش الشمس والدنيا بتمطر كآبة، حل علينا بسحرته المفعكشة، جلاب المصايب والبلاوي اللي لو البعبع شافه يموت من الخوف، اللي ولع النار في كل الوادي. اوعى السسبنس، انا متحمس قوي. خف عليه شويه. بص يا لهوي، ده تهور رسمي. قوي كان الوادي هي ده تهور رسمي ان انا اعرض الفيديو لايف. لا مش هعرف طبعا، لازم يبقى على الصفحه عشان يبقى فيه تفاعل. اظن يا جماعه دي حركه ما حصلتش قبل كده، ان احنا نشغل حاجه احنا عملناها بصوتنا على في الراديو. يعني احنا صحيح عملنا حاجات لايف بس ما كانتش كده. طيب انا معايا دلوقتي اغنيه انا هختم بيها. كان معايا اغنيتين بس انا افضل اختم بهذه الاغنيه لانها مناسبه جدا للحاله والجو العام وانا بحبها قوي ولازم اغني معاها. نعم، انا عايزه نلعب اللعبه اللي لعبناها قبل ما نشغل الفيديو بتاعت الشخصيات دي تاني. انا اللي اسال. طب اسالي. ماشي، لولو هتلعب معايا لعبه انا مين. افكر في شخصيه الاول. فكري الاول في شخصيه. فكرت يلا. فكرتي؟ فكرت. طيب ولد ولا بنت؟ بنت. ماشي، كبيره ولا صغيره؟ كبيره وكانت صغيره. مش هقولك ماشي كبيره. كبيره طيب وهي اصلا يعني بني ادم ولا حيوان؟ بني ادم. لا بني ادم عادي. لها علاقه بالبحر؟ لا. عندها قوه خارقه؟ لا. طيب شعرها لونه ايه؟ اصفر. رابنزل؟ صح. جميل. بصي خالته حنان بتقولك شاطره يا لولو. خالته حنان بتسمع الحلقه. بالظبط. طبعا نشوة في دور الام محدش يصدق انها اول مره في حياتها تجرب تسجل اصلا. نشوة في دور الام حلو. اسمها طنط يا بنتي. صح. ماشي يا لولو، والله انت لعبتي اللعبه حلو بصراحه. كل يا جماعه كان جميل جدا في الادوار كلها، وان شاء الله نستمر، وباذن الله تستنوا المقطع النهارده، وهنعمل مقطعات تانية كتير قوي، وهنعمل ان شاء الله الفيلم قريب. سلمي على خالته حنان، قولي لها ازيك يا خالته. ازيك يا خالته. وازاي محمد، سلمنا عليه. واوعى السسبنس، انتوا متاخرين قوي يا جماعه، متاخرين بجد. اوعى السسبنس، انا متحمس قوي. كلنا يا شهد بنحبك، وكلنا نفسنا انك تبقي معانا. انا مجهزه لهم المقطع اللي انت سجلتيه عشان نبعته، وان شاء الله تبقي معانا المره الجايه، عشان صوتك انا حباه جدا، وحابه اصلا انك تبقي في وسط الجروب بتاعنا، لان انت شبهنا وزينا. المهم يا جماعه، اغنيه دي اللي انا شغاله دلوقتي اغنيه كوكب الكنز اللي هي بتاعت جاسر. انا بحبها جدا، وكان قبل كده اتكلمنا مع استاذ عمرو حسني. طب انا عايزه اغني. عايزه تغني ايه يا ليان؟ اغني اي اغنيه. ايه هي الاغنيه؟ محضره حاجه يعني؟ لا طيب عايزه انهي اغنيه؟ خلاص. في اغنيه في بالك يعني؟ لا خلاص عادي. طب ما المره الجايه تظبطي وتجهزي اغنيه، ولا في حاجه انت حافظاها؟ لا ممكن المرة الجاية احفظ اغنية ماشي. انا ده رأيي برضه، انت المرة الجاية تحفظي اغنية وتقوليها خلاص، او نعمل انا وانت حاجة مع بعض، مشهد مع بعض. ماشي. ماشي.
المهم اتكلمنا عنها قبل كده، وان استاذ عمرو حسني بيحب الكلمات بتاعتها وانا بحبها قوي. فكنت عايزه احكي لكم حاجه عنها، ان الاغنيه دي كنت بفضل اغنيها بصوت عالي جدا وانا بذاكر ايام الجامعه، عشان هي بصراحه معبره. فانا هغنيها معاكم دلوقتي. لا ما اتقمصتش ولا حاجه. هو انت زعلتي لا ان انا قلت لك ان انت مش حافظه اغنيه دلوقتي؟ لا انا ما زعلتش، انا كان رايي ان انا اقول تحفظي واحده الاول. احفظي واحده الاول، بس انا ما زعلتش. شاطره يا لولو شاطره. هي والله مش في بالها حاجه دلوقتي، هي عايزه تغني عشان انا قلت انا هغني، بس هي ممكن اصلا ممكن اغني معاكي لو ما انا لسه جايه اقول. انت اصلا الاغنيه دي اعتقد مش عمرك ما سمعتيها قبل كده، فاسمعيها معايا. ممكن اسمعها الاول وبعد كده اغنيها معاكي. هنشوف، هنجرب مع بعض. فين مارو؟ فين مارو صحيح؟ المهم ما اكتشفش انك معايا. هو انا سمعت بالحب بجد؟ لا مارو بعيد دلوقتي. يلا يا جماعه هختم معاكم وبعد كده نشغل الاغنيه وهغني معاها بصراحه، عشان مش هقدر بجد، بحبها جدا. بس هقول لكم تصبحوا على خير يا جماعه، وان شاء الله اقابلكم الاسبوع الجاي يوم الجمعه باذن الله. وكان معاكم ساره سالم وراديو ديزني بالمصري. لا وقولي ليان. ايوه وليان وليد من راديو ديزني بالمصري. يلا بينا نروح نسمع الاغنيه وقابلكم بقى ان شاء الله على الصفحه، نشوف كلنا الفيديو مع بعض ونتفاعل معاه. يلا بينا. حياتي دي سؤال وملهاش جواب يتقال، او ذكرى تتشال جوا حضن، ولو مهما تقول ولا تعيد مش هسمع لك بالتأكيد. ما تعرفنيش ومش على كيفك هعيش، مش هعيش. ولو مش راح تفهمني بعيد، وازاي هقرا ازاي بين السطور؟ ده انا طفل واحد مقهور، دول مش فاهمين ولا حاسين. يا ريت احس اني موجود واجرب من غير حدود، عندي شوق لحضن وانتماء، وليه اتغير يا وحوش وانتو ما تتغيروش؟ مش شايفيني وانا موجود. لقيت اللي كان قلبه كبير وعايزني بدون تغيير، وفهمني وقلبي طمن لي، وانا هجاوب له عالسؤال وهيساعدني عشان ما تهزمش لو هدفي اتحدد وبان. ما حدش هيقول ابقى مين، اصلهم مش شايفين. دول بيناموا صباحي وانا بحلم وانا صاحي وبطير، يتوشوشوا ويغشوا والعالم على وشه اكاذيب. وانا عايزه احس اني موجود واجرب من غير حدود، عندي شوق لحضن وانتماء. اتغير وانا مدهوش، هما ليه ما تغيروش؟ عارف اني موجود اكيد، موجود ده بالتأكيد. موجود.